السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي عاملين يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في واجب الفصل التاني. آه فصل مختلف طبعا. النهاردة عندنا الحصة التانية، فصل مختلف عن الفصل الأول. النهاردة بنبدأ نتكلم عن المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي. اتفقنا وأنا قلت لكم في الحصة إن كثافة الفيض اللي هي البي بتساوي إيه؟ حاصل ضرب ميو اللي هو معامل النفاذية في شدة التيار على 2 باي دي اللي هي المسافة. قلنا إن كثافة الفيض تتناسب طرديا مع شدة التيار وعكسيا مع المسافة. يعني منها إن البي بتتناسب طرديا مع اي على دي. يعني كل ما النسبة دي تزيد كل ما الايه كثافة الفيض تزيد. والميو ده ثابت اللي هو معامل النفاذية، والاتنين باي برضه ثابت. هنا عندنا بيقول لك وحدة قياس ويبر في امبير اس سالب واحد في متر اس سالب واحد هي وحدة قياس. الوحدة دي اثبتناها في الحصة مع بعض، وكانت وحدة قياس معامل النفاذية. هي والوحدة التانية اللي هي مين؟ اللي هي كانت تسلا في متر في امبير اس سالب ايه؟ واحد. لو تفتكر اثبتناها مع بعض في الحصة، كانت تسلا في متر في امبير اس سالب ايه؟ واحد تكافئ مين؟ ويبر في امبير اس سالب واحد في متر اس سالب واحد، واثبتناها مع بعض في التفصيل. فده وحدة قياس معامل النفاذية، مفيهاش حاجة. السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل او الشكل الموضح سلك مستقيم طويل مقاومته كام؟ 2 من 10 اه، وفرق جهد 1 من 10 1 فولت. في اللي جابهم هنا اصبر بس. فتكون كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة اكس بكام؟ عايز كثافة الفيض اللي هي مين؟ اللي هي البي بتساوي ايه؟ كثافة الفيض الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم بتساوي ميو في الاي على الاتنين باي دي، حيث ميو معامل النفاذية وده رقم ثابت، الاي شدة التيار ودي المسافة. حلو، طب تعالى نعوض. نيجي نعوض ما الاقيش شدة التيار. يا نهار اسود، طب ايه؟ لا ما مش هتهلك سوحك يا ابني. افتكر من الفصل الاول شدة التيار اي بتساوي في على ار. الفي بكام؟ بواحد. الار باتنين من 10. على الآلة هتطلع 5 امبير. تقول لي يا مستر طب ده الفصل الاول يا ماني، ومن الفصل الاول للفصل التاني. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها فصل اول وفصل تاني. المنهج كله مرتبط بايه؟ بعضه. فانت غصب عنك لازم تكون فاكر قانون شده التيار. حلو، فانا هاخد الخمسة امبير دي اروح اعوض بيها. الميو بكام؟ الميو عندي زي ما احنا عارفين ده ثابت 4 باي في 10 اس سالب 7، ده معامل نفاذيه الهواء. في التيار طلعناه بكام؟ بخمسة امبير على 2 باي في الدي بكام؟ الدي اللي هي المسافة باتنين، بس خلي بالك ده سنتي وانا بشتغل بالمتر، فاضرب في 10 اس سالب اتنين. اتنين في اتنين باربعة، بقى تروح مع الاربعة، الباي تروح مع الباي. 10 اس سالب اتنين دي تحت، السالب تطلع فوق بالموجب تبقى 10 اس اتنين. 10 اس سالب سبعة في 10 اس سالب اتنين يديني 10 اس سالب كام؟ خمسة. فيبقى مين؟ خمسة في 10 اس سالب خمسة. فكثافة الفيض عندي ب 10 اس سالب ايه؟ خمسة. فاضل عندي تحديد الاتجاه. الاتجاه كنت بحدده ايه؟ باستخدام قاعدة امبير لليد اليمنى. من اسمها قاعدة امبير لليد اليمنى يبقى انا هستخدم ايدي اليمين. ده كلام منطقي. محدش يقول لي طب انا اشول، انا مالي يا عم، احنا مالنا؟ اشول برضه هتعملها بايدك اليمين. فاسمها قاعدة امبير لليد اليمنى. لو متاح ان احنا نستخدم ايدينا الشمال كناش قلنا اليمنى قاعدة امبير وخلاص. بيقول لك ايه في القاعدة؟ الابهام يشير لاتجاه التيار، وحركة الاصابع تشير لمين؟ فين؟ فانت ايدك على الورقة، تخلي الابهام اللي هو الصباع الكبير ده عشان نصكم مش عارف اسم الصوابع مع التيار لقعد، وتحرك صوابعك هتلاقيها بتخبط في الصفحه. فده معناه ان التيار ليه؟ للداخل. لا، فالتيار عند اكس للداخل اكس، الناحيه التانيه هتبقى نقطه للخارج. فتختار الاجابه مين؟ اللي هي 5 في 10 سالب 5 وللداخل. السؤال ايه؟ الاجابه الف. السؤال اللي بعده، اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه والبعد بين ايه؟ النقطه اكس ومحور السلك. المفروض يقول لك البعد العمودي. هنا انا نسيت احط لك الاشكال بصراحه،
المهم مش محتاجينها. المفروض حضرتك عارف ان العلاقه بين كثافه الفيض، لسه قايل لك في اول الفيديو، والبعد العمودي عن محور السلك علاقه عكسيه، وقايل لكم ان شكل العلاقه العكسيه بيعمل ازاي. اعمل كده. فالعلاقه هتكون عكسيه بين كثافه الفيض وشده الايه التيار، او اسف والمسافه. اختار الشكل ده عندك. السؤال اللي بعده، السؤال ده معظمكم بيتلخبط فيه مش عارف ليه، بس سهله. يقول لك الشكل المقابل يوضح الأوضاع التي اتخذها إبرة مغناطيسية لوصل موضوعها في مستوى السطح عند عدة نقاط حول سلك مستقيم عمودي على مستوى السطح. موضوع في النقطة B اللي هو الدايرة ده السلك، سلك عمودي على مستوى السطح. من الشكل نستنتج أن التيار هيمر ازاي؟ تقول لي أنا مش عارف. أنا هعرف. سهل. ازاي؟ قاعدة أمبير لو معايا اتجاه التيار هعرف أحدد اتجاه خط الفيض. حلو. طب والعكس، لو انا معايا اتجاه خط الفيض اعرف احدد اتجاه التيار. تقول لي طب مستر اعرفه ازاي؟ هقول لك يا حبيبي. هنا عندك الاوضاع اللي اتخذها المغناطيس، بمعنى خليك عارف ان المجال المغناطيسي بيتحرك من القطب الشمالي خارج المغناطيس للقطب الجنوبي، من الشمالي للجنوبي، من الشمالي للجنوبي، من الشمالي للجنوبي. حلو. فده اتجاه خطوط الايه الفيض. هتروح تطبق قاعدة أمبير. خلي بالك الإبهام يا إما الخارج يا إما الداخل عشان ده سلك عمودي. هتحرك صوابعك مع اتجاه الفيض، هتلاقي الصباع بيشاور ليه؟ لأعلى من أعلى الصفحة أو لخارج الإيه؟ الصفحة. ده لفظ الأصح، بيشاور لفوق للسقف كده عندك. فده كده معناه إن التيار إيه؟ يمر في اتجاه إلى خارج الإيه؟ الصفحة. ده تيار مستمر عامة. أنا لسه ما خدناش التيار متغير الشدة. يبقى هنا أول حاجة أصلا مش تيار متردد. تاني حاجة أكيد يمر تيار. طالما المغناطيس تأثر بمجال مغناطيسي للسلك يبقى أكيد في تيار بيمر في السلك. فدول ما ينفعوش. فهو يا إما الإيه؟ يا إما الداخل يا إما للإيه؟ للخارج. فطبعا نختار مين؟ عن طريق تطبيق قاعدة أمبير إن هو خارج الإيه؟ السطح. تاني، مجال المغناطيسي خارج المغناطيس بيتحرك من القطب الشمالي للقطب الإيه؟ الجنوبي. معلومة مهمة. فهنا التيار للإيه؟ للخارج. السؤال اللي بعده، أي من الأشكال التالية يمثل بشكل صحيح المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي مستمر في السلك مستقيم؟ كنا اتكلمنا من شويه ان المجال المغناطيسي بالبعد عن مركز السلك بتقل ليه؟ كثافه. كثافه يعني ايه؟ يعني الزحمه. فكل ما ابعد عن السلك كل ما الزحمه ايه؟ تقل. مش بانتظام. فهنا في الف المسافات متساويه. في جيم هتلاقي هنا الزحمه بتزيد مش بتقل. لو ركزت هنا مسافه ايه؟ مسافه الاول كبيره كده بتكبر كده بتصغر. في حاجه غلط. فدي مش نافعه. حلو. فقدامك يا مين؟ يا ب يا ج. طبعا هنختار مين؟ هنختار اسف د ولا ايه؟ ليه هنختار د؟ لان هنا في الاول المسافات او الكثافه بتبدا تقل. فهنا ده الشكل ده اقرب للصح. الاتنين يعتبروا لحد ما صح بس ده الاصح فيهم. تمام. الصفحه او السؤال اللي بعده جميل قوي. ركز معايا هنا. بيقول لك في الشكل المقابل يوضح سلك مستقيم عمودي على مستوى الصفحة يمر به تيار كهربي إلى الداخل. إكس أهي. ده التيار مش الفيض. وعندك هنا إيه؟ النقاط سي دي بي إيه تقع على مستوى الصفحة وعلى أبعاد متساوية. فأن النقطة التي يكون عندها اتجاه السهم يعبر بشكل صحيح عن إيه؟ عن اتجاه المجال المغناطيسي في تيار السلك. النشأ عن إيه تيار السلك؟ أنا عايز أعبر عن اتجاه خط الفيل او عايز اعرف اتجاه خط الفيل، فهطبق قاعده ايه؟ امبيليا دي ليون. هتجيب المذكره قدامك التيار للداخل، فالابهام بتاعك يشاور ليه؟ للصفحه. ايدك كده تخرم الصفحه الابهام. تبدا تحرك صوابعك. هتلاقي ان صوابعك تتحرك ازاي في الاتجاه ده. جميل. تاني حاجه علمتها لك هعمل ايه؟ بنعمل اتجاه المماس. جميل قوي يا مستر. ثانيه واحده يا قلب المستر. فهنعمل اتجاه المماس. اتجاه المماس هنعمله ازاي؟ قلت لك بتعمله مع اتجاه السهم. فهنا ادي اتجاه المماس وهنا ادي اتجاه المماس.
وهنا ادي اتجاه المماس، وهنا ادي اتجاه المماس. مين فيهم كان صح بقى؟ كان الصح اللي هو البي، فاتجاه المماس فين، او اتجاه الصح اللي يعبر عن الفيد في النقطة دي. تمام. لكن الباقي لا، الباقي لا يعبر بشكل ايه صحيح. للعلم لازم المماس يكون عمودي على نصف القطر. ادي نص القطر، المماس لازم يكون عمودي معاه. هل ده هل ده عمودي عليه؟ لا. هل ده عمودي؟ ده مش عمودي ولا ده عمودي. فهو الصح مين فيهم؟ الصح في كل دول مين؟ بي. مرة تانية اتجاه المماس لازم يكون عمودي. طبق قاعدة أمبير، طبق الأسهم وتعمل اتجاه المماس، فهي القاعدة هتكون مين صح؟ السؤال اللي بعده. سلك مستقيم يمر به تيار كهربي 4 أمبير، فإذا علمت أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة عن محور السلك، تبعد عن محور السلك مسافة معينة وما قالش كام، فإن بعد النقطة عن محور السلك. هنوقف ثواني عشان الأذان ونرجع تاني. نرجع مع بعض، الأذان خالص. نرجع تاني عشان لو حد نسى ان الفيديو عندكم هيقف يعني، بس ماشي. بيقول لك سلك مستقيم، قال لك التيار ب 4 امبير، وكثافة الفيض اللي هي البي ب 2 في 10 أس -5، عايز بعد النقطة مين؟ محور السلك اللي هو الدي. احنا قلنا ان كثافة الفيض بي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. انا عايز مين؟ انا عايز الدي. فمن هنا الدي هتساوي، هبدل البي مع الدي، هتساوي ايه؟ اسهل وانجز، تعال. هتشيل هنا من هنا ايه؟ هتبدلهم مع بعض. البي مكان ايه؟ دي، فتبقى البي الدي بتساوي ميو في اي على 2 باي مين؟ بي. تعال نعوض. ميو بكام قلنا؟ 4 باي في 10 أس -7 في التيار ب4 على 2 باي في البي بكام؟ 2 في 10 أس ايه؟ 5. قلنا 2 في 2 ب4، يروح من ال4 مع ال4، الباي تروح مع الباي. تمام. 10 أس -5 هنا هيبقى لك 10 أس ايه؟ -2. يبقى لك كام؟ 4 في 10 أس ايه؟ 2. 4 في 10 أس ايه؟ 2 بالمتر طبعا. 4 10 في 10 أس -2 هي الكام؟ هي ال 4 من ايه؟ من 100. 4 من 100 ايه؟ متر. يبقى هنا المسافة أو البعد العمودي بكام؟ ب 4 من 100 مين؟ متر. السؤال اللي بعده. سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي، هنا نفس السؤال. ماشي. هنا بيقول لك في الشكل المقابل سلك مستقيم عمودي على مستوى الصفحة يمر به تيار كهربي للخارج، فإن الفيض المغناطيسي يكون في اتجاه الشمال الغربي عند أنه نقطة. حلو. هنا بيقول لك أو بيسألك، عايز يعرف اتجاه الفيض هيكون في اتجاه الشمال الغربي في عند أنه إيه؟ نقطة في دول. ثانية واحدة أنا ندور بس على شكل دايرة. تمام. اتجاه الفيض هنعرفه ازاي؟ احنا اتفقنا هنطبق قاعدة أمبير. التيار هنا للخارج في إيدك على الصفحة، وتطبق قاعدة أمبير، صباعك لخارج الصفحة لفوق خابط في وشك كده، وتطبق قاعدة أمبير. هتلاقي إن الفيض بياخد شكل دايرة. دايرة دي بترسم ازاي؟ تمام. ادي الدايرة. هنحدد اتجاه خطوط الفيض، نلاقي خطوط الفيض ماشية ازاي؟ كده، في اتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة. طب لو عملت الأسهم هنا مش هعرف فين النقطة اللي هيكون فيها عند الشمال الغربي. فالصح احنا نعمل ايه؟ تعمل الأسهم بتاعتك عند النقط اللي هو قالك عليها. يعني عند الايه كده. ثانية واحدة. والبي كده، السي كده، والدي كده. تمام. حلو. اول حاجه. تاني حاجه قلت لك بتروح تعمل ايه؟ مماس. طب عايزين نعمل اتجاه المماس، قلت لك بتعمل ايه؟ سهم.
حلو، والسهم ده بيمشي مع اتجاه السهم اللي انت رسمه على الدايره. فاجي ادي البي السهم عندها كده، او عند الايه الاول، عند الدي السهم ماشي كده، السي كده، البي كده. حلو. فين الشمال الغربي؟ ده الشمال الغربي. فين السهم اللي بيشاور في اتجاه الشمال الغربي؟ ما عندكش غير بي اهو. السهمين في نفس الايه الاتجاه. السهم يعني هنا بالنسبه للدي، لا ده في الايه جنوب شرقي. السي شمال شرقي. الايه جنوب غربي. لكن البي هو اللي في اتجاه الشمال الايه الشرقي، هو اللي في نفس الايه الاتجاه اهو. عملنا اتجاه المماس هنا، عند البي باصص كده وده باصص كده، الاتنين في نفس الاتجاه، هو ده الشمال الايه الغربي. فهو هنا هنختار مين؟ النقطة بي. تمام. عيدها تاني واتفرج عليها تاني وتطبق القاعدة بايه؟ بايديك وتركز. يبقى تاني عملنا ايه؟ اول حاجة، اول حاجة بتعمل ايه؟ بترسم دايرة، عشان انت عندك خط الفيضة تترسم على شكل دايرة. الدايرة دي مركزها مين؟ السلك. تاني حاجة بتعمل ايه؟ بتحدد اتجاه خط الفيض بقاعدة امبير. تلاقي عندك الفيض واخد الشكل ده كده 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 كده. تاني حاجة تعمل اتجاه لايه؟ مماس. لقينا مين المماس اللي في اتجاه الشمال الغربي؟ اللي هو مين؟ بي. فين الشمال الغربي؟ اهو ده الشمال الغربي. السؤال اللي بعده. حلو، حلو قوي السؤال ده وركز معايا فيه. بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك، أو نتيجة مرور تيار كهربي في السلك عند نقطة مين؟ إكس. تقول لي سهلة وبسيطة، خلاص أروح أحسبها. حتى إيه؟ هتقول إن كثافة الفيض بتساوي ميو في أي على 2 باي دي. اللي هنا الميو ثابت 4 باي في 10 سالب 7، ومعاك الاتنين أمبير التيار، والدي بكام؟ ب 10 سم، وهتقول لي أضربها في 10 سالب إيه؟ 2. أقول لك الله ينور. وهيطلع لك على الآلة كثافة الفيض بتساوي 4 في 10 سالب ايه؟ 6. يعني خلاص سؤال تعويضي مباشر، وهتختار مين؟ ألف. وقف لو أنت فاكر إن ده صح. إيه ده مستر غلط؟ أه ده مستر أنت بتحل غلط؟ لأ أنا فكرت زيك. أنت عندك بصيت لقيت المعطيات التيار ب 2 أمبير والمسافة ب 10 سم. أيوه جميل. فخلاص أطبق القانون مفيش مشكلة، بس يا حبيبي أنا قلت لك مين الدي؟ هي البعد النقطة عن محور السلك ولا البعد العمودي عن محور السلك؟ لا يا مستر أنت قلت لي البعد العمودي. يعني إيه البعد العمودي؟ أدي النقطة. هل سي دي او النقطة اكس او المسافة 10 سم ده هل دي البعد العمودي؟ لا ده هيصنع زاوية. فين البعد العمودي او البعد العمودي؟ ده البعد العمودي عن النقطة ايه؟ اكس. ايوه ايه المشكلة؟ بمجرد النظر كده من غير ما تكون فاهم رياضة، اكيد المسافة او البعد العمودي اللي انا بتكلم لك عليه ده اللي هو الدي ده اصغر من 10 سم. ايوه ايه المشكلة؟ لا في ايه مشكلة؟ هي لما كانت المسافة 10 سم طلعت لنا بكام؟ لو اما انت كنت فاكرها ب 10 سم طلعت بكام؟ ب 4 في 10 أس سالب 6. طب هنا المسافة أصغر من 10 سم، والعلاقة بين المسافة أو بين البعد العمودي والمسافة علاقة عكسية، فهنا المسافة صغرت. كثافة الفيض تزيد ولا تقل؟ تزيد. فهتبقى أكبر من كام؟ 4 في 10 أس سالب 6. يعني لو قربتها بتسعة مثلا، يعني ها لو فرضنا إن هي طلعت بكام؟ بتسعة، تلاقي المسافة دي مالها، أو هتلاقي كثافة الفيض أكبر من الرقم ده، أكبر من 4 في 10 أس سالب 6. تمام. العلاقه بينهم عكسيه، لما كنا فاكرين ان هي 10 طلعت لي ب 4 في 10 اس 6. طب المسافه طلعت اقل، المسافه تقل كثافه ايه؟ تزيد، فهتبقى اكبر من 4 في 10 اس 6. السؤال اللي بعده. السؤال ده كنا حالين زيه في الحصه بس هنحله تاني. ده سؤال بيربط بين الفصل الاول والفصل التاني. بيقول لك بطاريه قوتها الدافعه 8 فولت، مقاومتها الداخليه ار سمول ب 2 اوم، وصلت بسلك مستقيم طوله 20 سم، مساحة مقطعه 3 في 10 أس.
مقاومته النوعية الرو اي بأربعة وكام ونص. فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة التي تقع على ايه بعد عمودي يساوي كام 10 سنتي. بعد عمودي اهو. حلو. تعال على جنب كده، انا عايز كثافة الفيض. جميل قوي وعظيم الكلام ده. اللي هي مين؟ اللي هي البي. بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب ايه 7. في الاي مش معايا مجهولة لحد دلوقتي، على 2 باي ايه في الدي اللي هي 10 في 10 أس سالب 2. معيش شدة التيار. واحد لماح يقول لي طب ما انا معايا فرق جهد ومعايا مقاومة داخلية، فاروح لقانون اوم للدوائر المغلقة. حلو. الفي هتساوي او الاي هتساوي في بي اللي هي ب8 على ار سمول اللي هي ب2 زائد ار. انا مش معايا، فانا لازم اروح اجيبها. محدش يقول لي بالله عليك ار بتساوي في على اي. يا ابني انا معيش الاي اصلا، انا عايزها ليه؟ عشان اروح اجيب كثافة الفيض. الاي مجهولة بالنسبة لي. طب وبعدين ما احنا كان عندنا قانون تاني ان ار بتساوي رو اي اللي هي بكام بأربعة وخمسة من عشرة في 10 أس سالب 2. هنا قال لي آسف 10 أس سالب 7 10 أس سالب 6. في ال L اللي هي بكام؟ ب20 في 10 أس سالب ايه 2 عشان نحولها من السنتين للمتر، على المساحة اللي هي 3 في 10 أس كام؟ أس سالب 8. تمسك آلتك في إيدك زي ما أنا همسكها دلوقتي، تكتب شرط الكسر 4 وخمسة من 10 في 10 أس سالب ايه 6 في 20 في 10 أس سالب ايه 2 على 3 في 10 أس سالب ايه 8. هتطلع لك ان المقاومة ار ب30 ايه اوم. اخدها واروح اعوض هنا، يبقى كام 30 30 زائد 2 32. 8 على 32 فيها الربع اللي هي 25 من ايه من 100. يبقى التيار بكام بربع امبير. اشيل التيار من هنا الاي واروح اعوض، يبقى في 25 من كام 25 من 100. حلو. هتمسك آلتك يبقى هنا ماشي. ممكن نعمل ايه نضيع الباي مع الباي عشان نسهل على نفسنا. بدل ما تكتب باي يبقى 4 في 10 أس سالب 2 أو 4 في 10 سالب 7 في 2 ونص على 2 في 10 في 10 أس سالب 2. تطلع ب5 في 10 أس سالب كام؟ أس سالب يا سيدي 6 مش 7. تمام؟ اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب. حلو. ده بالنسبة لمين؟ لا هي أس سالب 6 أنا كاتبها على الآلة. بص دي غلطة ممكن تقع فيها حضرتك. هنا أنا كنت كاتبها 2 ونص على الآلة، فركز. لا هي هتطلع فين 5 في 10 أس سالب 7. الاختيار مين؟ ب. تمام. السؤال اللي بعده حلو قوي السؤال ده، ركز معايا فيه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت النسبه ب كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه اكس والنقطه واي بجوار سلك مستقيم يمر به تيار كهربي، فان النسبه بين البعد العمودي نقطتين دي وايه دي اكس ودي واي. جميل قوي. وقال لك كام سلك؟ سلك واحد. طالما سلك واحد يبقى بيمر فيه نفس الايه تيار. جميل قوي. يعني اي اكس بيساوي اي واي. انا عايز اعمل نسبه بين كثافه الفيض في اكس على جنب كده لكثافه الفيض في ايه في واي الاول. خلينا متفقين ان الميو رقم ثابت. جميل يا مستر. والاتنين باي رقم ثابت، فمش هحطهم في النسبه ملهمش لازمه يابا. تعال نفك. الاي بتاعت اكس هيبقى لي مين اي او بي اكس هيبقى لي اي اكس على دي اكس. القسمه هنحولها لضرب ونشقلب، يبقى هنا في دي واي على اي مين على اي. هو مش نفس السلك يا غالي فالاي تروح مع الاي، يبقى لي مين دي واي
على دي اكس. وانت المفروض كنت تقول لي من بدري ان هي كده ليه؟ اصل انا عارف ان العلاقه بين كثافه الفيض وبعد العمودي عن محور السلك علاقه عكسيه. فلما اطلب منك الكثافه بين، او هو سلك واحد، فكثافه فيض عند اكس الكثافه فيض عند واي هتساوي مين؟ بعد النقطه واي على بعد النقطه اكس. العلاقه بينهم علاقه عكسيه. حلو. هل انا عايز نسبه بين بعد واي لبعد اكس ولا العكس؟ انا عايز لا، بعد اكس على بعد ايه؟ واي هتساوي مين؟ بي واي على بي ايه؟ اكس. بي اكس على بي واي ب3 على 4، يبقى بي واي على بي اكس بكام؟ ب4 عليه على التالت. تمام. فهي هنا في مشكله بس في الاجابات، فلا هي النسبه ايه؟ 4 على التالت. تمام. لان العلاقه بينهم علاقه عكسيه. عدلها عندك. تمام. تمام. السؤال اللي بعده. هنا الشكل البياني مقابل يمثل تيار كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم عند نقطة. عايز يعرف أنا نقطة أبعد عن مين مثلا. قلت لك رسم بياني وأنت مغمض تجري على مين يا حمادة؟ الميل. وما يساويه الإيه؟ الميل. الميل هنا عبارة عن مين؟ بي على اي تساوي مين؟ اللي هيفضل من القانون ميو على 2 باي دي. الميو والاتنين اي او الميو والاتنين باي دي ثوابت. يبقى هنا مين اللي هيتحكم في الميل؟ الدي. والعلاقة بينهم علاقة عكسية، يبقى الميل علاقته عكسية مع مين؟ مع البعد العمودي. يعني من الآخر كده على جنب ال... هنا الأكبر ميل أقل بعد. مش علاقة عكسية. مين أكبر ميل؟ الأكبر زاوية إكس. ميل إكس أكبر من ميل واي. يبقى ميل إكس تاني من على الرسمة أهي. ميل إكس أكبر من ميل إيه؟ واي. يبقى هنا ميل إكس أكبر من ميل واي. يبقى بالتالي قلنا العلاقة عكسية، يبقى دي واي أكبر من دي إيه؟ إكس. فالنقطة واي هنا هتكون إيه؟ أبعد. للمرة التانية الميل لأننا علاقته عكسية مع المسافة أو البعد العمودي، يبقى الأكبر ميل أقل بعد عمودي. مين أكبر ميل؟ إكس. يبقى مين أقل بعد عمودي؟ إكس. يبقى مين الأقرب؟ واي. يبقى بعد النقطة إكس عن السلك أكبر؟ لا، ده البعد هنا أقل. هل بعد النقطة إكس عن المحور أقل؟ أيوه. بعد إكس أقل من بعد إيه؟ تمام؟ ممكن ما بلاش سيبها هي كده أحلى. هنا يقول لك في الشكل البياني التالي او اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه اكس الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك، والمقاومه ايه؟ السلك الذي مقاومته ار واحد، والمقاومه ماخوذه منين؟ من الريوستات. وانا مغمض اختار الشكل ده. تقول لي لا يا مستر، مش المفروض لما ازود المقاومه هيقل شده التيار وتقل كثافه الفيض؟ اه. بس انا مالي. بص يا ابني افتكر وركز في الفصل الاول ده توصيل ايه؟ توازي. وار سمول بكام؟ بصفر. وانا قلت لك في التوصيل على التوازي افتكر معايا لو المقاومه الداخليه بصفر فرق الجهد هيفضل ثابت. فبالتالي فرق الجهد اللي هو الفي اوت، فرق الجهد اللي على المقاومه ار واحد ثابت. ولو رحنا نحسب شده التيار بتاع المقاومه ار واحد هتساوي ايه؟ مش هيساوي الفي اوت على ار واحد. ار واحد ذات نفسها بتاعت السلك اللي انا عايز احسب كثافه الفيض الناشئه عنده ثابته، وفرق الجهد ثابت، فالتيار هيفضل ثابت. يبقى مهما غير الار في دي ايه يا مستر؟ التيار اللي هيمر في السلك ار واحد ثابت، فكثافة الفيض تظل ثابتة مهما المقاومة تتغير. فاختار الشكل مين؟ ب. السؤال اللي بعده. هنا في مشكلة في السؤال، فعشان الرسمة مش متظبطة فأنا هحاول إيه
نعديه ونشوف السؤال ده. سؤال رقم 30 هنا بيقول لك الشكل المقابل يمثل علاقة بين، أو عايز يعرف الشكل المقابل يوضح سلك مستقيم يمر به تيار كهربي مستمر في أي من الأشكال البيانية التالية، يعبر عن النسبة بين كثافة الفيض الناشئ عن التيار في السلك مين؟ إكس وإيه؟ واي. عندي سلكين أو سلك واحد، وعايز النسبة بين كثافة الفيض اللي هيعملها السلك ده في إكس لكثافة الفيض اللي هيعملها في واي. حلو جميل أوي، ركز معايا، لسه نفس السؤال حلينه من شوية. قلنا العلاقة بين كثافة الفيض والبعد العمودي عن محور السلك مالها علاقة عكسية لما يكون امتى؟ سلك واحد. فقلنا ان بي اكس على بي واي هتساوي ايه؟ دي واي على دي ايه؟ اكس. بعد السلك عن النقطة واي بكام؟ محدش اهبل يقول لي ب2 دي، لا يا ابني دي كل دي يا بابا. من السلك للنقطة واي كام دي بقى؟ 3 دي. وبعد السلك عن النقطة اكس كام دي؟ دي واحدة. دي تروح مع الدي بقى لك كام؟ 3 على 1. فهنا فيض اكس 3 امثال فيض ايه؟ واي. فانا هختار الشكل اللي فيه فيض اكس كاول كده اكبر، فهنا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. هنختار مين؟ هنختار طبعا الشكل ب، لان هو هنا اكس ضعف واي، هنا اكس 3 امثال ايه؟ 3 امثال واي. السؤال اللي بعده بيقول لك في سؤال رقم 31 الشكل الموضح سلك طويل يمر به تيار شدته كام؟ 2 امبير عمودي على ايه؟ مجال مغناطيسي منتظم كثافته بكام؟ ب4 في 10 أس سالب 6. ركز هنا، دي مش كثافة فيض السلك، السلك ذات نفسه يا ابني محطوط جوه مجال مغناطيسي، فدي كثافة المجال ده. فإن كثافة الفيض المحصلة عند النقطة A والنقطة B. أول حاجة تعرف منين هما اتنين؟ هو لو سلك واحد هيقول لك أو مجال واحد هيقول لك المحصلة دي، دول اتنين، دول كام؟ كثافتين فيض، كثافة الفيض الخارجي ده اللي محطوط فيه السلك وكثافة الفيض اللي هتنشأ على السلك نفسه. وانا اتفقت معاك ان كثافه الفيض كميه ايه؟ متجهه، لها مقدار ولها اتجاه. قلت لك لو عندي كثافتين الفيض في نفس الاتجاه هجمعهم، عكس الاتجاه هطرحهم، متعمدين هنستخدم فيثاغورس. فانا لازم اعمل ايه؟ قلت لك قبل ما تحط قلم في المسائل دي يا ابني لازم تفتكر ايه؟ تحدد اتجاه الفيض. فيض الخارجي للداخل اهو اكسات اهي قدامك. طب فيض السلك طبق قاعده امبير، فمن تطبيق امبير هنلاقي ان فيض السلك عند ايه؟ للداخل، وعند بي للخارج. فعند ايه هجمع؟ مش هنهزر، عند بي هجمع، وعند ايه اسف عندي ايه هجمع، وعند بي ايه هطرح. جميل قوي. فانا اصبح ان انا ناقصني مين؟ ناقصني كثافه فيض السلك ذات نفسه، اروح احسبها. قلنا بي بتساوي ايه؟ ميو. احسب كثافه الفيض بتاعت السلك عند النقطه ايه. يبقى هنا تعالى نحسبه، او تعالى نحسبها على طول. قلنا عند بي هنعمل ايه؟ او عند ايه بالجمع صح؟ فهتبقى بي توتال عند ايه هتساوي بي هنسميه خارجي زائد بي ايه؟ سلك. جميل قوي. بي خارجي قال لي بكام؟ قال لي الراجل هنا ان هو ب4 في 10 أس سالب ايه؟ 6 زائد كثافة فيض السلك اللي هي ب4 باي. يا القرف معلش يا جماعة، كان بيكتب كويس تقريبا المشكلة في اللون الأحمر. 4 باي في 10 أس سالب ايه؟ 7 في التيار بكام؟ التيار ب2 أمبير على 2 باي في المسافة اللي هي الدي ب2 من ايه؟ من 10. يمسك 4 في 10 أس سالب ايه؟ 7 أو سالب 6 زائد تعمل شرط الكسر 4 باي في 10 أس سالب ايه؟ 7 في 2 أمبير على 2 باي في الدي بكام؟ ب2 من 10. هتطلع لك على الآلة كلها مرة واحدة ب6 في 10 أس سالب ايه؟ 6.
جميل جدا. عند النقطة بي بقى هتبقى بالطرح، فبي توتال هتساوي ايه؟ تعمل ايه عشان تنجز حالك؟ بدل ما تشوف مين الاكبر ومين الاصغر، تحط القيمة تحت جوه حد مطلق. ليه؟ عشان تفادي الاشارة السالبة. فهتبقى بي خارجي ناقص بي ايه؟ سلك، كله جوه حد مطلق. بس خلي بالك هنا المسافة هتتغير. المسافة هنا بكام؟ عند بي بتلاتة من عشرة. بس في حاجة، لو طلب منك اتجاه المحصلة انت لازم تشوف مين الأكبر ومين الأصغر. بمعنى هنا عند ايه كده كده الفيضين للداخل، فالمحصلة للداخل. طب عند بي لو طلب مني المحصلة يكون اتجاهها ايه؟ اتجاهها مع اتجاه كثافة الفيض الأكبر. فانت لازم تحسب كثافة الفيض بتاعت السلك وتشوفها أكبر من 4 في 10 أس سالب 6 ولا لا. لو أكبر المحصلة هتبقى للخارج مع اتجاه فيض السلك، أصغر هتبقى للداخل. بس هنا هو ما طلبش مني، فهنا المحصلة هجيبها ازاي؟ نفس اللي انا عملته فوق، بس يا سيدي بدل ما انا قلت جمع اخليها طرح. بدل ما 2 من 10 المسافة هتبقى بكام؟ ب 3 من 10. فهنا البي توتال هتساوي، قلنا جوه حد مطلق 4 في 10 أس سالب 6 ناقص 4 باي في 10 أس سالب 7 في التيار بكام؟ ب2 على 2 باي في 3 من ايه؟ من 10. كله جوه حد ايه؟ مطلق. امسك آلتك. تمام، هتعمل شرط، هتبقى 4 في 10 أس سالب 6 ناقص شرط الكسر 4 باي في 10 أس سالب 7 في 2 على 2 باي في 3 من 10. هتطلع على الآلة يا سيدي ب2 هتطلع ب2 علامة 6 6 6 6 كتير كده، فتاخد ايه؟ تخليها 7 في 10 أس سالب 6. العلم انا لما عملتها على آلة عملتها من غير حد مطلق، فطلعت لي الإجابة الموجب بقى. فده معناه ايه؟ ده معناه ان كثافة فيض السلك او كثافة الفيض الخارجي اكبر من كثافة فيض السلك، يعني المحصلة هتكون ايه؟ للداخل. ايه السؤال اللي بعده؟ حلو. هنا برضو اعطيني سلك واعطيني مجال مغناطيسي وطالب محصلة كثافة الايه؟ الفيض. فقلنا هشوف الاتجاهات، لو في نفس الاتجاه هجمع، عكس الاتجاه هطرح. متعامدين تساورس. فانا قبل ما اقرا بقيه المساله، او تعالى نقرا المساله، بيقول لك في الشكل المقابل سلك مستقيم عمودي على مستوى الصفحه بيمر في تيار كام؟ 40 امبير للداخل، والسلك موضوع في مجال مغناطيسي كثافته 6 في 10 سالب 5، واتجاهه ليسار الصفحة وهو اتجاه الأسهم دي. فتكون محصلة كثافة الفيض عند النقطة مين؟ بي، والتي تبعد عن السلك أو عن محوره كام؟ 10 سنتي. فعايز محصلة كثافة الايه؟ الفيض. اتفقنا إن كثافة الفيض كمية متجهة لها مقدار ولها اتجاه، فأنا لازم أشوف اتجاه خطوط الفيض. فين السلك؟ أهو. لا، عايزين نظبطها أهو. جميل. عايزين نشوف مين اتجاه خطوط الفيض، فهطبق قاعدة أمبير عشان اعرف اتجاه خطوط الفيض الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. هنطبق امبير، هنلاقي ان خطوط الفيض في اتجاه ايه؟ عكس اتجاه معارب الايه؟ الساعة. صباعك داخل للصفحة، طبق قاعدة امبير فاتجاه خطوط الفيض مع عقارب الساعة. انا يهمني مين؟ عند بي، انا عايز المحصلة عند بي. قلنا بعد كده بنروح نعمل اتجاه ليه؟ نحدد اتجاه المماس، ومن غير اتجاه مماس بس سهلة يعني. هي باينه هنا عند بي ان الاتنين مالهم في نفس الاتجاه، فكده محصله كثافه الفيض هنا تيجي بالجمع. يبقى انا بشوف اتجاه مين؟ خطوط الفيض. الفيض الخارجي اتجاهه واضح، اتجاه فيض السلك انا لازم احدده، فحددته هنا باستخدام قاعده امبير لليد اليمنى، فلقيتهم ان الاتنين في نفس الاتجاه، فكده المحصله هتيجي بالايه؟ بالجمع. يبقى بي توت هتساوي بي السلك اللي هي بكام؟ 6 في 10 أس سالب 5 زائد كثافة الفيض بتاعة السلك اللي هي 4، اللي هي هتساوي ميو في اي على 2 باي دي، يبقى 4 باي
في 10 أس سالب 7 في شدة التيار ب40 على 2 باي في دي بكام؟ قال لي تبعد عن النقطة بي 10 سم، بشتغل بالمتر، ففي 10 أس سالب ايه؟ 2. تمسك آلتك تحسبها، يبقى 6 في 10 أس سالب ايه؟ 5 زائد شرط الكسر 4 باي في 10 أس سالب 7 في 40 على 2 باي في 10 في 10 أس سالب ايه؟ 2. تمام؟ تمسك الآلة يا سيدي، هيطلع لك الناتج كالآتي، اللي هو هتدوس هيطلع لك شرط الكسر 7 على 50,000، تدوس اس دي هيطلع لك ب1.4 في 10 أس ايه؟ هيطلع لك ب1.4 في 10 أس سالب 4، اللي هي الاختيار أ. يا جماعة أنا كمدرس أهو بعمل السؤال بالإيه؟ بالخطوات. فحضراتكم المسألة مش هتتحل بالعين، احنا مش هتفضل مبحلق المسألة تاخدها سكانر دماغك هتحلها. انا عارف ان انتوا اصحاب ذكاء خارق وكل حاجة والله، ما يعني بس معلش، لازم اعمل ايه؟ لازم احل المسألة بخطوات، غير كده المسألة مش هتتحل. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل سلك موضوع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه للداخل، كثافته بي. فإذا مر تيار في السلك كانت كثافة الفيض الكلي عند النقطة بي دي بكام؟ ب 3 بي، فتكون المحصلة عند النقطة مين؟ كيو. صلي على النبي. هو هنا اعطيني محصلة كثافة الفيض عند النقطة مين؟ بي، وطالب عندي كيو. أول حاجة اتفقنا كثافة الفيض كمية متجهة يبقى مقداره لها اتجاه، فلازم نشوف الاتجاهات. طبق أمبير، هتلاقي فيض السلك هنا للداخل وهنا للخارج. يعني المحصلة عند بي دي جت بالجمع، وعند كيو تيجي بالايه؟ بالطرح. تمام قوي. طب انا عايز المحصلة عند كيو هتساوي ايه؟ كثافة الفيض الخارجي مثلا ناقص الايه؟ الداخلي، او ناقص بي السلك. قول كله جوه حد مطلق عشان نعرف ايه، عشان لو في اشاره سلبي. كثافة الفيض الخارجي معايا بي، هل معايا كثافة فيض السلك؟ تقول لي اه ب 3 بي، اقول لك لا، دي كثافة الفيض الكلية. فانا لازم ايه؟ اجيب كثافة فيض السلك. طب اجيبها ازاي؟ مش هو عاطيني كثافة الفيض عند بي؟ تقول لي يا مستر دي جت ازاي؟ بالجمع بي بتاعت النقطة بي، يعني بتساوي 3 بي بي دي بتساوي ايه؟ كثافة الفيض الخارجي اللي هي قلب بي زائد كثافة فيض الايه؟ السلك. دي هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 بي ناقص بي، يبقى بي سلك بتساوي كام؟ 2 بي. تاني أنا عايز محصلة كثافة الفيض عند النقطة كيو، لقيتها بالطرح. لقيت معايا كثافة فيض السلك بكام؟ أهي هنا ايه؟ ببي. هل معايا كثافة فيض السلك؟ لا، فأنا هروح أجيبها منين؟ من كثافة الفيض الكلية عند النقطة بي، واحنا عارفين ان هي بالجمع عشان الفيضين في نفس الاتجاه، هتساوي بي الخارجي زائد بي سلك، والمحصلة كلها كانت ب 3 بي، قلنا هنودي بي الخارجي اللي هي بي الناحية التانية بعكس الاتجاه، يبقى كثافة فيض السلك بكام؟ ب 2 بي. جميل. اروح كثافة الفيض الخارجي بي ناقص كثافة فيض السلك 2 بي، قلنا كله جوه حد مطلق، تطلع بكام؟ تمام. السؤال ده حليناه في الحصة. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا طبعا رقم 24 دي بس جت عليه مش مهم، سهلة إن شاء الله. بيقول لي الشكل المقابل، وهنا سلكان مستقيمان A و B يمر فيهما تيار كهربي 2 أمبير و4 أمبير على الترتيب، يعني هنا واضح عندك على الرسمة هنا 2 أمبير وهنا كام؟ 4 أمبير. عايز كثافة الفيض عند النقطة X مرة، كثافة الفيض عند النقطة Y مرة. هنا بدأنا نخش على كام سلك؟ سلكين. قلت لك ما تحفظهاش، ما حدش يحفظ في نفس الاتجاه هجمة وعلى عكس الاتجاه هطرح ولا القصة دي. انا عايز محصلة كثافة الفيض مرة عند اكس ومرة عند واي. قلت لك الحمد لله ايدك شغالة. جميل.
تعال نشوف اتجاه خطوط الفيض بتاعت السلك ايه، خارج السلكين وبره السلكين، او مره عند اكس ومره عند واي. طبق امبير على السلك ايه، هلاقي ان خطوط الفيض هنا للداخل، وهنا للخارج، وهنا كمان للخارج. السلك بي خطوط الفيض بتاعته بين السلكين للداخل، وهنا للخارج وهنا للداخل. يبقى هنا المحصلة عند النقطة اكس بالطرح، وعند النقطة واي بالجمع. جميل قوي. طب هتبقى بي ايه، او كثافة فيض السلك بي ناقص كثافة، يعني انا عايز عند اكس، هل هطرح بي ناقص ايه ولا ايه ناقص بي؟ على حسب مين الاكبر. هو هنا المسافتين قد بعض، طالما المسافة واحدة يبقى مين هيتحكم في كثافة الفيض؟ شدة التيار. يبقى الأكبر شدة تيار أكبر كثافة فيض. فعند النقطة إكس كده مين أكبر تيار؟ بي. عند النقطة إكس محصلة كثافة الفيض هتساوي مين؟ بي بتاعت بي ناقص بي بتاعت إيه. جميل جميل. ليه؟ لأن خطوط الفيض في عكس الاتجاه. جميل أوي يا مستر. طب وبعدين أروح أعوض. بص على جنب كده مع بعض، مش البي بتساوي للتسهيل على نفسنا دلوقتي، بس انت لازم تعملها بالخطوات. بي بتساوي ايه؟ ميو في اي على 2 باي دي. مش الميو دي عامل مشترك؟ فممكن اخد الميو عامل مشترك، والاتنين باي عامل مشترك. جميل. هنا دي عامل مشترك في بين السلكين 10 10. بس عشان بعدين ما تعملش ده، انا هيبقى لي مين هنا؟ اي بتاعت بي على دي بتاعت بي ناقص اي بتاعت ايه على دي بتاعت مين؟ ده العامل اللي هتعمله. الخاص هنا اللي ممكن نعمله ما بين السلكين عشان المسافة واحدة، ممكن ناخد دي برضه عامل مشترك، بس مش هنعمل كده. اروح اعوض. البي بكام؟ او الميول الاول بكام؟ ب4 باي في 10 اس سالب ايه؟ 7 على 2 باي في، افتح شرط الكسر او قوس، اي بي بكام؟ ب4 على 10 في 10 اس سالب 2 ناقص 2 على 10 في 10 اس سالب ايه؟ يبقى هنا هتعمل الآلة 4 باي 10 أس سالب 7 في أو على 2 باي في، افتح قوس، 4 على 10 في 10 أس سالب 2 ناقص 2 على 10 في 10 أس سالب 2. أيوه هنا كده تمام. هتطلع ب4 في 10 أس سالب ايه؟ 6. للعلم يا جماعة ركز في الحتة دي، كثافة فيض بي ضعف ايه؟ ها؟ هفهمها لك بعدين يعني، بس ماشي عشان التيار واحد. هتطلع 4 في 10 أس كام؟ سالب 6. ايه المطلوب التاني؟ هلعب بنفس الايه؟ اللعبة. هنا تعالى نمسح كل ده كده اهو. ماشي. هنا المطلوب التاني هو عايز المحصلة فين؟ عند واي. المحصلة عند واي هتيجي بالايه؟ بالطرح، او اسف بالجمع. فمش هيفرق معايا مين الاكبر مين الايه؟ الاصغر. تقول لي مستر طب ما نفس الارقام بس ايه؟ بالجمع. لا خلي بالك المسافة هتتغير. بمعنى المسافة بين A والنقطة واي كام؟ 40. والمسافة بين B والنقطة واي كام؟ 20. هنعمل نفس التعويض، الأربعة باي زي ما هي في 10 أس سالب 7 على 2 باي في تيار بتاع بي ب4 على المسافة كام؟ 20 في 10 أس سالب ايه؟ 2. الناقص تتحول لايه؟ زائد 2 على 40 في 10 أس سالب ايه؟ 2. تمسك آلتك الزائد تحوله ايه؟ او الناقص تحوله زائد، يعني حاول تسيبها زي ما هي. واللي هنا الاتنين بدل ما هي مقسومة على 10 تخليها مقسومة على كام؟ على 20. والاتنين بدل ما هي مقسومة على 10 تخليها مقسومة على كام؟ 40. أو أحسن بالنسبة لكم تكتبوها كده. مهم يعني تطلع 5
في 10 أس سالب ايه 6 اللي هي الاختيار مين ب. ايه السؤال اللي بعده؟ حلو السؤال ده. بيقول لك هنا في الشكل المقابل سلكان A و B مستقيمان متوازيان عموديان على مستوى الصفحة يمر بينهما تيار كهربي I و2 I على الترتيب. يعني السلك B ده بيمر فيه تيار I والسلك A بيمر فيه تيار 2 I. جميل أوي يا مستر. يمر بينهما فإنه عند النقطة أي نقطة إيه فإنه عند النقطة مين واي دي المفروض واي النقطة لا ما علينا يلا اللي بيكتب ربنا يسامحه. فعند النقطة ايه واي يا ابني لا تحسب تحسب محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بي بأنه علاقة. عايز يعرف عند النقطة واي محصلة كثافة الفيض هيحسبها ازاي بالجمع ولا بالطرح. يجي واحد أهبل يريد سلكين تيارهم في نفس الاتجاه فالمحصلة في النص بالايه طرح. اقول لك لا يا حبيبي ركز. تقول لي يا مستر انت كنا لسه بنحل فين السؤال اهو. السؤال ده تيارهم في نفس الاتجاه هو في النص بالطرح. اقول لك هنا بص يا حبيبي ركز. هو هنا واي دي في النص تقول لي يا مستر في النص. اقول لك لا اكس هي اللي ما بين السلكين هجيبها بالطرح. طب هنا هعمل ايه؟ هنا هعمل اللي قلت لك عليه بقالي سنه اللي هو طبق قاعده امبير لليد اليمنى. هنا السلك عمودي على الصفحه فلازم معلش بضطر اعمل دايرتين كده على جنب. هنا هعمل دايره عند السلك ايه دايره عند السلك مين بي. اروح اطبق قاعده امبير فاتجاه خطوط الفيض عند بي صباعي للخارج خطوط الفيض هلاقي عكس عقارب الساعه كده وهنا كده وهنا كده. هطبق برضو عندي ايه جميل قوي. انا عايز المحصله فين عند واي فهاجي اعمل اتجاه المماس عند النقطتين اللي قصاد واي. بمعنى اجي هنا عند بي فين النقطه الجزء اللي قصاد واي هنا اروح حد اتجاه المماس الاقيه كده وهنا اروح حد اتجاه المماس الاقيه كده. يعني واحد تعالى نسهلها على نفسنا. هنا هنلاقي اتجاه المماس ده اللي هو بتاع ايه. تعالى نغير اللون بس. مماس ايه هتلاقيه عامل كده واتجاه بي عامل كده. جميل قوي كده. هنا لو لاحظت خطوط الفيض مالها متعامده في ما بينها زاويه كام 90. طب زاويه 90 ايوه ايه المشكله ما انا قلت لك لو خطوط الفيض متعامده هطبق قاعده فيثاغورس اللي هي بتقول لي الجذر التربيعي لمربع الاول بي اي تربيع زائد مربع التاني بي بي تربيع. ده الشكل ده قاعده فيثاغورس يا ابني بتاعت ابتدائي. او عايز اما عندك دراعين قايمه وعايز تجيب الوتر نفس الفكره بالظبط. تاني انا عملت ايه تاني واحده واحده. اول حاجه الدايره دي انا راسمها ليه عشان اعرف هرسم صح اتجاه خطوط الفيض. اول حاجه طبقنا قاعده امبير وحددنا اتجاه خطوط الفيض بتاعت السلك ده وده او سلك بي. بعد كده حددت اتجاه خطوط الفيض بتاعت السلك مين ايه. تاني خطوه قلت لك احدد اتجاه الايه المماس. انا عايز المحصله فين عند واي فهنا قلت لك احدد اتجاه المماس عند النقطتين اللي قصاد واي. فهنا السلك بي لقيت اتجاه المماس هنا في الجزء اللي قصاد واي هنا واللي قصاد ايه لقيته هنا كده. قلت لك ايه مش متخيلها انت مش شايفها. طب تعالى نرسمه كده. ده اتجاه المماس بتاع مين ايه قصاد ده هو بيوازيه. وده اتجاه المماس مين بتاع بي برضه بيوازيه. لقينا هنا الزاويه كام 90 طالما خطوط الفيض متعامده. طبق قاعده ايه فيثاغورس تساوي الجذر التربيعي للاول تربيع زائد التاني ايه تربيع. ده اللي هي الاختيار مين لا صعبه ان شاء الله. لا اتفرج عليها تاني قول لي فهمت ايه. بيقول لي هنا الشكل المقابل. هنا سلكان طويلان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي فإن كثافة الفيض المغناطيسي تكون أكبر عند صلي على النبي. شرحنا مع بعض يعني السؤال ده حله سهل أوي. نقطة الإيه؟ كنا بنتكلم عن نقطة التعادل. هي كانت أقل حالة لكثافة الفيض بتكون أقرب للسلك الإيه؟
الاقل تيار. طب النقطه اللي كانت بتبقى هنا فين؟ في منطقه طرح، اقرب للسلك الاقل ايه؟ تيار. حلو. طب لو عايز اسال عن اكبر محصله لكثافه الفيض، هتكون في منطقه جمع ولا طرح؟ هي في الغالب هتكون جمع، بس هنا للاسف انا ما عنديش جمع. هنا ما عنديش ايه؟ جمع. ليه؟ انا عايز المحصله النقط كلها. خدت بالك من السلكين، النقط اللي على السلكين انا ما بحسبهاش، يعني زد وكي دي بره عني خالص، لان انا لو عندي زد فيض السلك ده لو سميته واحد وده اتنين، ده واحد وده اتنين، فيض السلك ما بيأثرش على السلك ذات نفسه، بيأثر فين؟ حواليه. فانا النقطتين اللي هلعب معاهم واي وايه؟ واكس. نقطة التعادل بتكون أقرب للسلك الأقل تيار، دي أقل حاجة اللي هي بصفر. طب نقطة بقى اللي مش تعادل هتكون أقرب لإيه؟ أكيد للسلك الأكبر إيه؟ تيار. فهنختار مين؟ هنختار تاني نقطة التعادل بتكون أقرب للسلك الأقل تيار. طب أكبر حاجة، أكبر محصلة هتكون أقرب للسلك الإيه؟ أكيد الأعلى إيه؟ تيار. مين السلك الأعلى تيار؟ الاتنين مين؟ الاتنين. للعلم هي إكس نقطة التعادل، بس إيه؟ لما نوصل لها، لأن إحنا شرط التعادل تكون في منطقة طرح. لو ركزت دي منطقة طرح، هنا في السلك ده اتنين، قلنا اتنين هنا للداخل وهنا للخارج، وفي ده السلك واحد هنا للداخل هنا للخارج، في دي منطقة طرح. قلنا شرط التعادل اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين. اي واحد بكام؟ باي. دي بتاعته عند اكس بدي تساوي اتنين اي، ده بالنسبة للسلك اتنين على اتنين دي، اتنين تروح مع الاتنين يبقى اي على دي بتساوي اي على دي، فاكس دي حالة تعادل. فاضل مين من غير ما نحسبها؟ ولو حبيت تحسبها عادي هتتحسب، هتطلع مين؟ النقطة. نوقف ثواني وارجع لكم تاني. هنا معانا السؤال رقم 38 صفحة 24، بيقول لك في الشكل المقابل وضح سلكين مستقيمين طويلين جدا متوازيين عمودين على مستوى الصفحة، يمر بكل منهما تيار كهربي، فإذا كانت شدة التيار المار في السلك الأول أكبر من شدة التيار في السلك التاني، فأن محصلة كثافة الفائدة عند النقطة دي هتكون في يمين الصفحة ولا اليسار ولا الأعلى ولا الإيه؟ الأسفل. طب أنا هعرف مين؟ مبدئيا أنا لازم أول حاجة أحدد اتجاه خطوط الإيه؟ الفيدباك السلكين. تاني حاجة لو هما في نفس الاتجاه مش هتفرق معايا خلاص. طب لو في عكس الاتجاه، لا المحصلة هتكون مع الأكبر. طب أنا هعرف منين؟ أول حاجة قال لك إذا كانت شدة التيار فين؟ في السلك الأول أكبر من شدة التيار في السلك الإيه؟ التاني. أهي. يبقى أي واحد أكبر من أي اتنين. تمام، دي أول نقطة. تاني نقطة، هنا لو بصينا على الرسمة هتلاقي في شرطتين كده، الشرطتين دول معناهم إيه؟ إن دي واحد بتساوي دي اتنين، فالمسافات متساوية، فبالتالي الأكبر شدة تيار هيكون أكبر كثافة فيض، فاتجاه خطوط الفيض سواء هما في نفس الاتجاه أو عكس الاتجاه هيكون مع مين؟ مع اتجاه أي الفيض بتاع واحد، فمحصلة كثافة الفيض هتكون مع مين؟ اتجاه خطوط الفيض في السلك واحد لأن هو الأكبر إيه؟ تيار. حلو. نيجي هنا هنروح نطبق قاعدة إيه؟ أمبير. قلنا لازم هنا ده السلك عمودي على الصفحة، فهنا هنعمل دايرة إيه؟ حلو. هنا ده اتنين، ماشي ما علينا، يعني هنا دايرة واحد دي حالفة ما هتتظبط. لا إله إلا الله. أهي ظبط دلوقتي مش رخم. جميل. تعالى نطبق قاعدة أمبير على السلك اتنين، هنلاقي إن اتجاه خطوط الفيض مع عقارب الإيه؟ الساعة. حلو، فيبقى عامل كده. طب بالنسبة لواحد هنطبق قاعدة أمبير، هنلاقي إن خطوط الفيض عكس عقارب الإيه؟ الساعة، هتبقى كده. لو لاحظت هنا الفيضين مع بعض في نفس الاتجاه، حتى لو مش باين معاك تعالى نحدد اتجاه المماس. اتجاه المماس هنا، بص هنا السلك اتنين، اتجاه المماس يبقى الأعلى هنا أهو.
وهنا برضو اتجاه المماثل اعلى. الفيدين في نفس الايه الاتجاه. فالمحصله احنا قلنا لو هما كانوا في عكس الاتجاه هتكون مع مين؟ مع السلك واحد. او فيدين مع ايه في عكس الاتجاه. لكن لقينا هنا ان الفيدين في نفس الاتجاه، فكده كده المحصله هتكون في ايه في اتجاه الفيدين. طب الفيدين اتجاههم ليه لاعلى، فاتجاه المحصله هيكون ليه لاعلى، لاعلى السطح مش للخارج. ده هنا كده اتجاه ايه اشار لفوق، لفوق للصفحه. فهنا محصله الفيد في اعلى السطح. هنا السؤال عايز محصله كثافه الفيد، هتطبق قاعده امبير زي ما شفنا في السؤال اللي قبل كده، وتشوف نفس الاتجاه هجمه عكس اتجاه هطرح. السؤال مفيهوش حاجه. سؤال رقم 40. هنا اللي في فكرة يقول لك في الشكل المقابل سلكان طويلان في مستوى السطح، بينهما المسافة بينهما كام؟ 20 سم. يحمل السلك الأول تيار كام؟ واحد. تيار شدته 9 أمبير، والتاني تيار أي بالنسبة لنا أي ده مجهول. فأن مقدار واتجاه التيار اللي في السلك مين؟ 2، الذي يجعل محصلة كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عند السلكين عند النقطة إكس منعدمة. أول ما يقول لك إن محصلة كثافة الفيض منعدمة دي حالة إيه؟ تعادل. حلو. امتى حالة التعادل كانت تبقى خارج السلكين؟ واحنا قلنا حالة التعادل بتكون خارج السلكين امتى؟ لما يكون التيارين، وقلنا في الحصة لما يكون التيارين مالهم في نفس ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. طب ليه؟ ما هو لو التيارين في عكس الاتجاه تعال تطبق قاعدة امبير عن نقطة سلك واحد، فيدو هنا للداخل وهنا للخارج وهنا للخارج. السلك اتنين فيدو هنا عند اكس للداخل وهنا للخارج وهنا للخارج. نقطة التعادل هي نقطة بتكون عندها محصلة كثافة الفيض بتساوي صفر. وعشان المحصلة تساوي صفر لازم تكون ايه؟ في منطقة طرح، فلازم يكون الفيدين في عكس الاتجاه. طب النقطة اكس عندها اهو الفيدين فعلا في عكس الاتجاه، يبقى كانت بتبقى طرح امتى؟ لما يكونوا التيارين في عكس الاتجاه، يكون طرح بره السلك وتكون اقرب للسلك الاقل ايه؟ طيب جميل. حلو. يبقى هنا عشان تكون النقطة اكس نقطة تعادل، التيار هيمشي منين؟ من بي لايه. دي اول نقطة. تاني نقطة، امتى تكون المحصلة بتساوي صفر؟ لما يكونوا في عكس الاتجاه وبي واحد بتساوي بي اتنين. تعال نفك بي واحد وبي اتنين. منها هتفك بي واحد هتساوي ميو في اي واحد على اتنين باي دي واحد هتساوي ميو في اي اتنين على اتنين باي دي اتنين. الميو تروح مع الميو والاتنين باي تروح مع الاتنين باي. يبقى لي ايه؟ اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين. اي واحد بكام؟ والله اي واحد قال لي بتسعة. دي واحد هو المسافة منين؟ من السلك للنقطة اكس دي كلها اللي هي بكام؟ ب 30 سم. مستر حولها؟ لا. يا مستر لا. اي 2 انا عايزها. دي 2 بكام؟ مسافة بين النقطة اكس والسلك 2 اللي هي بكام؟ ب 10 سم. مستر ما حولتلاش ليه يا عم الزنان؟ ما لو ضربت هنا في 10 اس سالب 2 وهنا في 10 اس سالب 2، 10 اس سالب 2 هتروح مع ال 10 اس سالب 2 تبقى الزنان بقى. فالتحويلة ملهاش لازمة هنا، بس لو مش فاهم حولها احسن. انا عايز مين؟ اي 2 هتساوي 90 في 10 على كام؟ 30. يبقى اي 2 هتساوي 9 في 10 على 30. الصفر يروح مع الصفر فهتبقى 9 على 3 فيها كام؟ 3 ايه؟ الطار ماشي من ايه؟ من بي لايه. فهنا هنختار مين؟ هنختار طبعا الاجابه ايه؟ لا 3 امبير من بي الى اي عشان احنا ماشيين عربي. يبقى اختصارا للوقت اول ما يقول لك حالة تعادل تعرف انها تستخدم القانون ده اللي هو اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي. السؤال اللي بعده بيقول لك يمر تيار رين اي واحد واي اتنين في سلكين متوازيين كما بالشكل. عند تحريك السلك ايه؟ واي مبتعدا عن النقطة ايه؟ اكس. فانا محصلة كثافة الفيض ايه اللي هيحصل لها؟ تزداد ولا تقل ولا ايه؟ صلي على انا عشان اعرف تزداد ولا تقل لازم اشوف الاول قبل ما احرك السلك ايه اللي هيحصل. او محصلة كثافة الفيض كانت ايه؟ جمع ولا طرح ولا ايه؟ فهطبق قاعدة امبير عشان اشوف الاتجاهات.
عشان بناء عليه اشوف هجمه ولا اطرح. فلو السلك واحد، خلينا نطيره بالاسود بس، هنطبق عليه قاعده امبير، هنلاقي ان الفيد هنا بتاعه للداخل وهنا للخارج وعند سي للخارج. طب السلك اتنين، فيده هنا للداخل وهنا للداخل وهنا للايه؟ للخارج. فالمحصله عند سي بالجمع، فهتساوي مين؟ كثافه فيد السلك اكس زائد كثافه فيد السلك ايه؟ من هي بالجمع. جميل جدا. انا لما ابعد بقى، دي هتساوي مين؟ البي توتال. لما احرك السلك واي مبتعدا عن السلك اكس، يعني احركه كده، كده المسافه ما بين السلك واي والنقطه سي هتقل ولا هتزيد؟ المسافه هتزيد. فلما المسافه تزيد، كثافه الفيد اللي هيحصل لها تقل. كثافه فيد واي هتقل. فمحصله الجمع كده هتقل ولا هتزيد؟ ها؟ هنا بس معلش هنعيد السؤال تاني عشان انا اسف، في غلطه حصلت. نعيد السؤال من الاول. انا اسف جدا، لكن حاجه حصلت. حلو. نمسك واحد تاني. هنا ده الفيت صح للداخل، وهنا يكون ايه؟ للخارج، وهنا للخارج. اتنين واي مع اكس، معلش هو هنا للداخل، انا اتلخبطت، وهنا للايه؟ للخارج وهنا للخارج. فالمحصله هنا بالايه؟ بالطرح. فبي توتال هتساوي مين الاكبر كثافه فيد؟ اكيد اكس، تياره اكبر واقرب، فبي اكس ناقص بي ايه؟ جميل. زي ما احنا، انا لما احرك واي في الاتجاه ده، فالمسافه بينه وبين النقطه سي هتزيد. فلما المسافه تزيد، كثافه فيد واي هتقل، فالمحصله هتزداد. بمعنى هنا الفيد دي كانت 5 ودي كانت كام؟ 3. ف5 ناقص 3 كام؟ 2. طب لما حركته بعيدا عن سي، ايه اللي هيحصل؟ كثافه فيده هتقل. فبدل مثلا ما كانت 3 تبقى كام؟ 1. فالمحصله هتبقى كام؟ 4. فالمحصله هنا ايه اللي حصل لها؟ زادت. ليه؟ تاني، انا المحصله بالطرح اصلا. انا لما حركت كانت بتساوي المحصله اكس ناقص واي، فلما حركت واي بعيد عن اكس، كثافه فيد واي هتقل، فمحصله الطرح هتزيد، فمحصله كثافه الفيد هتزيد. طب لو كانوا في نفس الاتجاه، محصله هتبقى بالجمع. فلما احرك واي برضو محصله واي هتقل، فالجمع محصلته هتقل، فكانت المحصله ايه؟ كانت الاجابه تقل. اتفرج يعني مره واتنين وهتفهم. هنا السؤال ده حلو. بيقول لك في الشكل المقابل سلكان طويلان متعامدان، السلكين ذات نفسهم متعامدين على بعضهما، واقصى المسافه بينهما هي 20 سم. يمر بالسلك ده اللي هو السلك الاول تيار كام؟ 20. فال 15 دي هتخليها كام؟ 20 امبير. لا اله الا الله. هنا دي ال 15 بدل ما هي 15 دي كام؟ 20. والسلك التاني في مستوى الصفحه يمر بيه تيار كام؟ 15. فعندنا محصله كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه اكس. انا عشان احسب محصله كثافه الفيض لازم اشوف اتجاه خطوط الفيض. نمسك السلك 2، نطبق قاعده امبير. فيض 2 هنا للداخل وهنا للخارج. طب فيض السلك واحد، السلك واحد عمودي على الصفحه، فطبق قاعده امبير. لازم بنعمل قلنا دايره. هنا هنطبق قاعده امبير، صباعك بيشاور لخارج الصفحه، هتلاقي الفيض عكس عقارب الايه؟ الساعه. فالفيض عامل كده وهنا كده. نحدد قلنا اتجاه مين؟ المماس. اتجاه المماس كده. حلو. لو بصيت يجي لي واحد اهبل يقول لي يا مستر الفيدين اهو في عكس الايه؟ الاتجاه. اقول له اهبل، ده اي 2، ده ايه؟ 2. انا بتكلم عن مين؟ خطوط الفيض. طب فيض السلك 2 لما طبقنا امبير كان هنا للداخل وهنا للخارج، نقط اهو، نقط كتير. ففيض واحد اتجاه يمين الصفحه، فيض 2 لخارج الصفحه، فيها بينهم زاويه كام؟ 90. فالمحصله انا هجيبها بكام كده؟ او هجيبها عن طريق قانون ايه؟ هنا هجيبها عن طريق قانون فيثاغورس. فالمحصله هتيجي بي توتال هتساوي جذر التربيعي
لبي واحد تربيع زائد بي اتنين تربيع. نروح على جنب، تعالى نحسبهم. بي واحد هتساوي ايه؟ يو اللي هي، تعالى هنا، تعالى تحت احسن. بي واحد هتساوي ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب ايه؟ 7 في التيار بكام؟ ب20 على المسافة، على 2 باي في المسافة كام؟ 10 في 10 أس سالب ايه؟ 2. تمسك آلتك، يبقى هنا 4 باي في 10 أس سالب 7 في كام؟ في 20 في، أو على 2 باي في 10 في 10 أس سالب ايه؟ 2. هتطلع لك بتساوي 4 في 10 أس سالب كام؟ أس سالب 5. بي 2 نفس الحسبة، بس بدل 20 دي هتخليها كام؟ 15. فزي ما انت ماسك آلتك، بدل 20 في البسط هتخليها كام؟ 15. تطلع ب3 في 10 أس سالب كام؟ 5. حلو. والله كان في مثلث كده خدناه زمان 3 4 5، بس ما علينا يعني. هي هتطلع الإجابة ايه؟ 5 في 10 أس سالب 5. بس مش فاهمين جت منين، نروح نعوض في القانون اللي قلنا نشتغل بيه. بي توتال هتساوي جذر التربيع ل4 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع. أو تعالى ايه نصغرها شوية، أو امسح كل ده. هنا هتساوي جذر التربيع ليه؟ قوس تربيع 3 في 10 أس سالب 5 كل تربيع، زائد نفتح قوس 4 في 10 أس سالب 5 كل ايه؟ تربيع. على الآلة تطلع 5 في 10 أس سالب ايه؟ 5. يبقى أنا عرفت منين اتجاه ده. نيجي هنا، قلنا السلك 2 فضوا هنا للداخل وهنا للخارج. السلك 1 لما طبقت عليه قاعدة أمبير لقينا إن اتجاه خطوط الفيض هنا هيبقى كده، ولما عملت المماس هيبقى في هذا الاتجاه. فخطوط الفيض هنا للخارج وهنا بصة كده اتجاه يمين الصفحة، فهنا عاملين زاوية 90. طالما زاوية 90 يبقى هروح ايه؟ أساوي نص. السؤال اللي بعده، ركز معايا في السؤال ده بالله عليك عشان السؤال ده هتشيك هنا رسمة. بيقول لك في الشكل المقابل وضح سلكان مستقيمان متعامدان. السلكين هما المتعامدين مش خط الفيل، معزولان يمر بكل منهما تيار كهربي. يعني ايه معزولين؟ يعني مفيش واحد فيهم بيلمس التاني، كل واحد ليه تيار مختلف. فتكون النسبة بين كثافة الفيض عند واحد عند اكس بكثافة الفيض عند واحد. هيجي واحد اهبل يقول لي ايه؟ ما التيار واحد والمسافات شكلها واحدة فواحد إلى واحد. اقول له انا ما قلتش كده. لو حد بيفكر في كده انا مش مسؤول. انا عندي كام نقطة؟ نقطتين اكس وواي. جميل. في كل نقطة بيأثر كام فيد؟ فيدين، فيد السلك واحد وفيد السلك ايه؟ اتنين. فأنا عندي النقطتين كل واحدة فيهم بيأثر على فيدين، فأنا هروح أحسب كثافة الفيد فين؟ عند النقطتين. طب حلو. يعني ايه؟ يعني أنا لازم أحدد اتجاه خطوط الفيد عند إكس، بشوف في نفس ولا عكس الاتجاه بعد كده أحسبها. كده أشوف اتجاه خطوط الفيد عند واي في نفس ولا عكس الاتجاه، بعد كده أحسب كثافة الفيد وأروح أحسبها. بمعنى هنا اعطيك ايه بقى؟ اعطيك شكل مربعات. عرفت منين المربعات؟ العلامات دي هي اللي حددت لي طول قد العرض، طول قد العرض. جميل قوي. فهنفرض ان المربع كله بكام؟ ب 2 دي. فالشرطه الواحده بايه؟ بدي، ودي بدي، ودي بدي، ودي بايه؟ برضه بدي، وهكذا. جميل. اول ده يبقى خلاص عرفنا ان الواحده منهم بكام؟ بدي. تاني حاجه هروح اطبق قاعده امبير على كل سلك عشان اشوف اتجاه الفيض عند ايه؟ فيضه عند واي وعند ايه؟ اكس. تعالى نخلي فيد اكس واحد هنا بالاسود او سهمه بالاسود. هنطبق امبير عند مين؟ عند، لا خلينا اتنين بالاسود ماشي. هنطبق قاعدة امبير على السلك مين؟ واحد. فهنا هنلاقي ان فيدو عند واي للداخل وعند اكس هنا للخارج.
هنا كده كله للداخل بتاع السلك واحد من الايه للخارج. بالنسبه بقى للسلك اتنين، هنا بحرك التاب عشان اظبط ايدي. السلك اتنين طياره الاسفل فضوا عند اكس للداخل، فضوا عند واي للخارج. يبقى المحصله هنا الفيدين في عكس الاتجاه، فالمحصله هنا بالطرح وهنا بالايه بالطرح. هنروح نعمل ايه؟ نحسب فيد اكس عند واي، او فيد واحد عند واي وفيد اتنين عند واي، ونروح نحسب فيد واحد عند اكس وفيد اتنين عند اكس، واللي يطلع لي بعد الطرح اقسمه على بمعنى بي، خليها كده تمام، بي توتال عند مين؟ عند واي. مين بيأثر؟ السلك واحد والسلك اتنين. السلك اتنين لو لاحظت اقرب فهو الاكبر، فهتبقى بي واحد او بي اتنين ناقص بي ايه واحد. ليه قلت الاكبر؟ ان هما الاتنين بيمر فيهم نفس التيار وهو الاقرب، فكل ما المسافه تقل الكثافه ايه تزيد، فكثافه فيد اتنين عند واي اكبر من واحد. حلو. احنا قلنا ممكن ناخد الميو، ناخد الحاجات اللي عامل مشترك، ناخد الميو على الاتنين باي عامل مشترك، والاتنين بيمر فيهم تيار مين؟ اي، فاخد الاي. يبقى لي مين؟ الدي، او واحد على دي. هنا هيبقى لي واحد على دي اتنين ناقص واحد على دي واحد. جميل جدا. حلو. هنا قلنا الشرطة الكبيرة بايه؟ دي بدي ودي بدي. يبقى هنا واي المسافة بين السلك اتنين الحتة دي النقطة واي بكام؟ هي كلها بدي، دي في النص بالظبط، الشرطة دي منصفها لي، فدي هتبقى بكام؟ بنص دي. يبقى هنا ميو في اي على اتنين باي ايه؟ في واحد على نص دي ناقص المسافة بين اتنين والنقطة واي، كل ده اللي هي مين؟ دي، اللي هي واحد على دي، واحد على ايه؟ دي كاملة. امسك آلتك تكتب كالآتي، مالكش دعوة بالحاجات اللي احنا واخدينها على المشترك، تكتب واحد على نص ناقص واحد على الواحد، تطلع لك بواحد. يبقى هيبقى لي هنا المحصلة كل ده يطلع بكام؟ بواحد على ايه؟ على دي. طب كل ده كده هيطلع محصلته بواحد على دي، فهنا المحصلة كلية الميو تنزل زي ما هي، كذلك الاي على اتنين باي، قلنا نص دي ناقص دي طلعت بكام؟ بواحد، يعني واحد ايه؟ دي، ودي في المقام. فدي المحصلة عند مين؟ دي المحصلة عند واي. يبقى المحصلة عند واي طلعت بميو اي على 2 باي دي. يبقى هنا نكتب على جنب بي واي بتساوي ميو يو في اي على 2 باي ايه دي اللي هي ممكن نسميها ايه؟ بي. يعني بي واي بكام؟ ببي، ولا تزعل نفسك، بي واي بايه؟ بي. حلو. قلنا المحصلة عند اكس بكام برضو بالطرح، فهتساوي فيد مين؟ فيد 2 او فيد واحد عشان هو الاقرب ناقص فيد ايه؟ 2. يبقى بي عند اكس هتساوي بي واحد عشان هو الاقرب ناقص بي ايه؟ 2. الاقرب وايه؟ والاتنين بيمروا فيهم نفس الطريق، فالاقرب كثافته اكبر. برضه هاخد الميو والاي والاتنين باي عامل مشترك، يبقى لي السلك واحد، واحد على المسافة بينه وبين النقطة اكس كام؟ نص دي ناقص واحد على ايه؟ على دي. شكلها هتطلع على واحد على واحد، تعال نشوف. قلنا واحد على نص دي ناقص دي بتطلع بكام؟ بدي واحدة، يبقى المحصلة هنا هتساوي ميو في اي على 2 باي ايه؟ دي نفس اللي فاتت، يعني بكام برضو؟ بي. يعني المحصلة عند اكس برضو بكام؟ بي. بي على بي تطلع بواحد على واحد. بالله عليكم الناس اللي بتبصمج، بصمجة واخواتي البصمجية، انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اغير لك التيارات، انا اديك نفس الرسمة، اديك نفس الرسمة، وبدل ما يكون الاتنين تيارهم باي واي، لا انا اخليهم دي ايه؟ واحدة باي وواحدة باتنين اي، فالنسبة مش هتطلع واحد على واحد، ما حدش يقول لي اتنين على واحد ولا واحد على اتنين، ما انا معرفش، فلازم احسبهم، لازم احسبهم، ولا ممكن يطلع تلاتة على الاتنين اصلا لو عملنا ده.
بس يا جدعان والله لازم تحسب ولازم تحسب كثافه الفيض، لازم تشوف هما في نفس ولا عكس الاتجاه. عيد المساله مره واثنين وثلاثه، امسك القلم وجرب بايديك. انا حليتها بسرعه لان انا المدرس. يبقى اول حاجه انا عايز محصله كثافه الفيض عند واي وكثافه الفيض عند اكس. رحت شفت اكس بيأثر عليه كام فيض. تعالى اهو من الاول، اكس بيأثر عليه كام فيض؟ فيضين. فيض السلك انا هنا قلنا نخلي واحد ده بالاسم، فيض واحد هنا بيأثر عليه للخارج. حلو. وعند واي للداخل. فيض السلك اتنين هنا للخارج. تمام. وهنا للايه؟ للداخل. فهنا لقينا المحصله بالطرح وهنا بالطرح. رحت حسبت محصله كثافه الفيض عند مثلا واي، فقلت مين هتبقى فيض اتنين اللي هو الاقرب، كثافه فيض اتنين ناقص كثافه فيض ايه؟ واحد. وحسبتهم. قلت لك الشرطه الكبيره دي بايه؟ بدي. ودي بدي. يبقى هنا الحته دي كلها بدي. واي مقسمها نصين. واي مقسمها نصين يبقى نص ونص دي. وعوضت. جرب فيها بايدك مره واتنين. سؤال صعب وسؤال مهم. هنا سؤال رقم 44 ده بيقول لي في الشكل المقابل سلكان مستقيمان جدا متوازيين يمر بكل منهما تيار، إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي ناشئ عن تيار السلك واحد أو السلك واحد عند النقطة بي هو بكام؟ ببي. فأن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة بي هي بكام؟ واتجاهها إيه؟ صلي على النبي. تاني بيقول لي هنا عندي سلكين مستقيمين متوازيين بيمر بينهم كل واحد تيار كهربي. بيقول لك السلك واحد اللي هو ده بيمر، او بيقول لك اذا كانت كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عن ايه؟ السلك واحد عند النقطه بي بكام؟ بي. فقلنا محصله كثافه الايه؟ الفيض. هنا بس في حاجه، لا احنا الافضل نعكسهم، تقريبا هنعكسهم بس الصبر في مشكله في التنفس السؤال. بس تعالى نشوف. بيقول لك السلك واحد محصله كثافه فيضه بكام؟ بايه؟ بي. السلك واحد ده اللي هو تياره كام؟ 2 اه. بص يا سيدي، انا قلت لك ان كثافه الفيض كميه متجهه. انا عندي عند النقطه بي بيأثر كام فيض؟ فيضين. تمام. دلوقتي الفيضين في نفس ولا عكس الاتجاه؟ ما اعرفش. طب بقى بيت فالسلك واحد لقيته ان فيضه عند بي للداخل. السلك واحد. والسلك اتنين برضو للداخل. فالمحصله هنا بالايه؟ بالجنب. دي اول نقطه. تاني نقطه قلت لك ان شده التيار مقسومه على المسافه نسب طرديا مع كثافه الايه؟ ولو المسافات واحده هيفضل ان شده التيار هتناسب طرديا مع كثافه الايه؟ الفيض. جميل جدا. فهنا بالتالي السلك واحد قال لك بيجي ينشأ عنه فيض بكام؟ ببي ده اللي تياره ايه؟ 2 اي. السلك 2 تياره قل للنص، فكثافة فيضه هتبقى كام السلك 2؟ لما التيار قل للنص كثافة الفيض برضه هتقل ليه؟ للنص، فنص بي. حلو. وقلنا الاتنين في نفس الاتجاه فالمحصلة بالجنب، فبي توتال هتساوي ايه؟ بي واحد زائد بي 2. بي زائد نص بي هتطلع بواحد ونص بي. فهنا في مشكلة، يا في الاختيارات يا في رصد السؤال. المفروض هنا يقول لك ده السلك ايه؟ 2 هو اللي كثافته بي. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. هنا لو السلك 2 اللي كثافة فيضه هي اللي بايه؟ ببي. السلك واحد تياره الضعف، فكثافة فيضه هتكون كام؟ 2 بي. هتبقى بي 2 بي زائد ايه؟ بي تديك كام؟ 3 بي. يبقى المحصلة ب 3 بي. فانا قدامي يا ب يا ايه؟ يا ج. الفيضين اتجاههم للايه؟ للداخل. يبقى هنا تبقى عمودي على الصفحة والى داخل الايه؟ الصفحة. فاختار مين؟ ب. تاني يا جماعة، هو عايز المحصلة عند ايه؟ النقطة دي. اتفقنا كثافة الفيل كمية متجهة لها مقدار ولها اتجاه. قلنا دايما أول حاجة نشوف الاتجاهات عشان هعرف هجمة ولا هطرح. لقينا الفيدين للداخل ففي نفس الاتجاه فهجمة، فتبقى بي واحد زائد بي اتنين. لقيت إن بي واحد معايا بس هنا كان فيها مشكلة، فخلاص احنا لقينا معانا بي اتنين هي بكام؟ ببي. ده الصح. بي اتنين بكام؟ ببي. وبعدين يا مستر هنا لقيت إن بي واحد مش معايا. طب ما أنا عارف إن عند ثبوت المسافة
كثافة الفيد تتناسب طرديا مع شدة التيار. تيار واحد ضعف تيار اتنين، يبقى كثافة فيد واحد ضعف كثافة فيد اتنين. بمعنى بي اتنين ببي، يبقى بي واحد باتنين بي، عشان التيار ايه؟ علاقته طردية. التيار للضعف يبقى كثافة الفيد الضعف. هروح اعوض بي واحد ببي، بي اتنين او بي واحد باتنين بي، بي واحد ببي، بي زائد اتنين بي يديني كام؟ 3 بي اكيد يعني. والمحصلة هنا الفيدين في نفس الاتجاه، فالمحصلة ليه؟ للداخل. السؤال اللي بعده، هنا السؤال ده حلو في الشكل المقابل. إذا علمت أن كثافة الفيض، وحاليا زي في الحصة برضه، المغناطيسي الكلية عند النقطة B اللي هي في منتصف المسافة دي بستة في 10 أس ب5، فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة Q كام؟ جميل أوي، ركز معايا بقى خطوة بخطوة بالله عليك. وعايز محصلة كثافة الفيض عند Q. فقلنا كثافة الفيض كمية متجهة، لازم أشوف الاتجاهات عشان أشوف هجمع ولا أطرح. تقول لي يا مستر أنا أحفظها، أقول لك أنا راجل غلبان مش هحفظها. تعالى للسلك إيه؟ واحد، خلي طاره بالاسود عشان نعرف نفرق. السلك واحد فيضه هنا للداخل، وهنا للخارج، وهنا للخارج. سلك اتنين هنا عند كيو للداخل، وهنا للخارج، وهنا للخارج. يبقى المحصلة عند كيو اجيبها بالايه؟ بالطرح. طب انا معيش المحصلة عند كيو، اعمل ايه؟ او معيش، جيت اجيبها معيش تيار واحد. يلا بينا، انا عايز اجيب هنا بي توتال عند كيو تساوي بي واحد زائد ايه؟ بي اتنين. وعلمتك من شويه تاخد الايه؟ الثوابت عن المشترك، فهي لك ميو على 2 باي في اي واحد على دي واحد زائد اي اتنين على ايه؟ دي اتنين. فمعيش اي واحد انا، فلازم اروح اعمل ايه؟ اروح اجيب اي واحد. جميل قوي. اجيب اي واحد منين؟ مش هو عطيك محصله كثافه الفيض عند النقطه بي؟ اه، اللي هي جايه من الفيضين في نفس الاتجاه. جميل، بالجامع يعني. اه، حلو. تعال هنا، بناء عليه بي الكلية عند بي هتساوي ايه؟ بي واحد زائد بي اتنين. جميل. هنا ناقص، بس ارجع فوق كده، هنعدلها مع بعض. ناقص انا لك في عكس الاتجاه ناقص، خليني كانت زائد مش عارف، اتعدت منكم يا جدعان. هنا ناقص وهنا ايه؟ ناقص. فقلنا برضو هناخد الثوابت عن المشترك، يبقى لي مين؟ او هياخد مين؟ اخد الميو، الاي مش الاي انا مش عارف هم قد بعض ولا لا، على 2 باي. وخلي بالك قال لي بي فين؟ في منتصف المسافة بينهم، يعني هنا دي بخمسة وهنا دي بخمسة، فممكن اخد الدي عامل مشترك في، هيبقى لي اي واحد زائد اي ايه؟ اتنين. تعالى نعوض. البي الكلية انا عايز مين؟ اي واحد على اي اتنين، فهودي دول الناحية التانية مقسومين، فهتبقى اي واحد زائد اي اتنين بتساوي البي في 2 باي دي على مين؟ الميو. تمسك آلتك. البي اللي هي مين؟ دي بي الكلية عند النقطة مين؟ بي، اللي هي عطالي بكام؟ بستة في 10 أس سالب 5. يبقى هنا 6 من شرط الكسر في 10 أس سالب 5 في 2 بار في دي بكام؟ ب5 سنتي. أنا بشتغل بالسنتي ولا المتر؟ بالمتر. ف5 في 10 أس سالب إيه؟ 2 على الميو 4 باي في 10 أس سالب إيه؟ 7. حلو. 4 باي في كام؟ في 10 أس سالب إيه؟ 7. هنا قلنا دي ماشي، ثانية واحدة. هنا 6 في 10 أس سالب 5 في 2 باي في الجي بكام؟ 2 باي في 10 سالب 5 دي ب5 على 4 باي في 10 سالب ايه؟ 7. خليك معايا ثواني. تمام، ايوه زي ما احنا. تطلع هنا هتطلع ال اي، تطلع النسبة دي بكام؟ 15. يبقى اي واحد اللي انا عايزها زائد اي اتنين اللي هي ب10 تساوي كام؟ 15. يبقى منها اي واحد بتساوي كام؟ 5.
تقول لي يا مستر لا احنا في الشرح حلينا بطريقه تانيه. لا، في المساله عندك في الشرح كانت المسافه بين السلكين 20، هنا المسافه بينهم كام؟ 10 بس اهي، المسافه بينهم 10. الثانيه اللي كانت في الوجه في الحصه 20. تمام. فاي واحد بكام؟ ب 10. خلاص خلصنا اللي انا عايزه. هروح اي واحد جبتها بكام؟ ب5. امسح كل ده، قلم لما يبقى نازل يلف. المهم نرجع هنا بقى. انا قلت هجيب بيه الكليه ازاي هنا عند النقطه كيو. قلنا بالطرح عشان في عكس الاتجاه. قلنا اللي هي هتبقى بي واحد ناقص بي اتنين، ده هتساوي ميو على 2 باي. هنا الدي عند النقطة كيو المسافتين مش قد بعض، في اي واحد على دي واحد ناقص اي اتنين على دي اتنين. الميو هنعوض فوق، الميو بكام؟ ب4 باي 10 أس سالب ايه؟ سالب 7 على 2 باي. في اي واحد طلعناها بكام؟ ب5 على المسافة بتاعت دي واحد، المسافة دي كلها اللي هي ال10 والايه؟ وال10 اللي هي كام؟ 20 في 10 أس سالب ايه؟ 2 ناقص التيار التاني بكام؟ ب10 على 10 في 10 أس سالب ايه؟ 2. الإجابة هنا طبعا هتطلع لك بالسالب، بس مش مهم، ده سالب ايه؟ اتجاه. يبقى 4 باي في 10 أس سالب 7 على 2 باي. نفتح قوس، قلنا على آلة 5 على 20 في 10 أس سالب ايه؟ 2 ناقص 10 على 10 في 10 أس سالب ايه؟ 2. نقفل القوس بتاعنا. قلت لك هنا سالب، قلت لك عشان تفادي السالب لازم تحط الإجابة جوه ايه؟ جوه يا سيدي حد مطلق. فهنا هتطلع لك الإجابة ب 1.5 في 10 أس سالب ايه؟ 5. طبعا دي الإجابة الصح، عدل الاختيارات عندك تطلع الإجابة بكام؟ ب1.5 في 10 أس سالب 5. وقف ثواني كده نخش على بعض. هنا في السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة إكس هي بي، فإن كثافة الفيض عند النقطة مين؟ واحد. مش عاطيني أي حاجة، إيه إن التيار ده بأي وده بأي والاتنين في عكس الاتجاه، والمسافة بين واحد وإكس هي دي، وبين اتنين وإكس هي دي. المسافة بين واحد وواي هي 2 دي. مش هعرف أجيبها أصلا. إزاي؟ بيقول لك إيه؟ هي الكثافة كانت عند إكس ببي. أنا لازم أعرف الأول البي دي إيه؟ كام يعني؟ عبارة عن إيه؟ فهنا لو لاحظنا السلكين تيارهم في عكس الاتجاه، واخدناها كتير يعني عدت علينا كذا مرة. في عكس الاتجاه في النص بجمع، وبره إيه؟ بطرح. فهنا البي دي عبارة عن إيه؟ كثافة فيض السلك واحد زي كثافة فيض السلك ايه؟ 2. تعالى نحسبهم. قلنا برضو ممكن اخد الميو وال ايه، هنا الاي برضو مشتركة على الاتنين باي ايه؟ يبقى لي هنا واحد وهنا ايه؟ واحد. واحد زائد واحد اكيد 2. يبقى البي عبارة عن ايه؟ 2 في ميو اي على 2 باي دي. ميو، يبقى البي بتساوي ميو او 2 في ميو اي على 2 باي ايه؟ حلو. يبقى من هنا برضو يا سيدي الميو في اي على 2 باي دي بتساوي ايه؟ بي على 2. تمام. تاني البي بتساوي ايه؟ 2 في ميو في اي على 2 باي دي. البي دي هنا اللي هي عند اكس دي. يبقى هنا الميو في اي على 2 باي دي بتساوي بي على الاتنين. تمام. يبقى على جنب كده ميو في اي
على 2 باي دي بتساوي ايه؟ بي على 2. جميل. نيجي بقى فين؟ عند النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها، اللي هي مين؟ واو. النقطة دي بالطرح هتساوي مين؟ الأقرب ناقص الأبعد، يعني هتساوي بي 1 ناقص بي 2. هاخد برضو الميو والأي على 2 باي عامل مشترك. هنا الدي مختلفة، من 1 لواي بكام؟ ب2 دي، ناقص من 1 ل أو من 2 لواي بكام؟ ب4 دي، يبقى 1 على 4 دي. تمسك آلتك تقول نص ناقص ايه؟ ربع بكام؟ يطلع لك على الآلة بربع، يبقى لك ربع في ميو في اي على 2 باي ايه؟ دي. صلي على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. مش قلت لك ان الميو في اي على 2 باي دي بتساوي بي على 2؟ حلو، يعني انا اقدر اشيل الميو في اي على 2 باي دي واحط مكانها ايه؟ بي على 2. يعني هنا هتساوي ربع تنزل زي ما هي، ربع مش نص يا ابني، في ميو في اي على 2 باي دي بتساوي كام؟ بي على 2. تمسك آلتك كأن دي بي الواحد تنزل زي ما هي، تضرب ايه؟ نص في ربع، يطلع لك كام؟ طب تبقى بي على كام؟ على 8. تمام. يبقى اول حاجه انا رحت اجيب البي دي، مين؟ بي طلعت بي 2 ميو في اي على 2 باي دي، يبقى الميو في اي على 2 باي دي بتساوي كام؟ بي على 2. رحت حسبت مين؟ المحصله عند واي، طلعت ان هم عشان هنا المحصله هنا بالطرح فهتبقى بي 1 ناقص بي 2. خدت الميو والاي والاتنين باي عامل مشترك عشان هنا ثابتين، بقى لي 1 على المسافه من 1 للنقطه واي بكام؟ ب 2 دي، يبقى 1 على 2 دي، ناقص 1 على المسافه من 2 لواي بكام؟ ب4 دي، يبقى 1 على 4 دي. حسبتهم طلع بربع في ميو اي على 2 باي دي. الميو في اي على 2 باي دي هي بكام؟ بي على 2. رحت واخدها ومعوض بيها، فهنا ربع في بي على 2 بكام؟ بي على 8. السؤال اللي بعده بنفس الفكره بس في ارقام المره دي. فهنا بيقول لي في الشكل المقابل سلكان متوازيين A و B، تيارهم هنا لو اخدت بالك في نفس الاتجاه، فهنا في النص هطرح وبره ايه؟ هجمع. هنا تيارهم اي 1 واي 2 على الترتيب خارج الصفحه، فان علمت اذا علمت ان كثافه الفيض عند اكس بكام؟ ب 10 ايه؟ اس سالب 6 تسلا، فان كثافه الفيض عند النقطه مين؟ حلو. تعالى نحسبها. احنا عايزين عند واي، انا ما عنديش غير معلومه اي و2 اي، ما عنديش اي حاجه تانية، ودي ما عنديش اي ارقام تانية. فهعمل ايه؟ نفس اللعبه اللي لعبناها هناك. انا هنا محصله عند اكس جايه بالجنب، فهتبقى بي مثلا 1 زائد بي 2، مش فارقه مين زائد مين. حلو. فهاخد الميو و الاتنين باي عامل مشترك. ليه ما خدتش الاي والاي او الدي والدي؟ ما هنا اي واتنين اي، التيارين مش قد بعض. فمثلا السلك ايه تياره اي مسافته كام؟ دي، زائد السلك بي تياره كام؟ 2 اي مسافته 2 دي، الاتنين تروح مع الاتنين، فيبقى لي اي على دي زائد اي على دي، زائد س زائد س تديني كام؟ 2 س، يبقى اي على دي زائد اي على دي يديني 2 اي على دي. اللي هي مين في نفس الوقت؟ 2 ميو في اي على 2 باي ايه؟ بتساوي كام؟ 10 اس سالب ايه؟ 6. يبقى انا عايز الميو، انا بقى هلعب نفس اللعبه، انا عايز مين هنا؟ انا عايز الميو في اي على 2 باي دي لوحدها، فهقسم على الاثنين وهنا على ايه؟ على الاثنين. الاثنين دي تروح مع الاثنين، تمسك الت 10 اس سالب 6 على الاثنين، تطلع بكام؟ ب5 في 10 اس سالب 7. يبقى هنا يا سيدي نصغر المسألة، يبقى هنا ميو في اي على 2 باي دي تساوي كام؟ 5 في 10
سالب ايه 7. امسح كل ده مش لازم. انا بقى عايز المحصله فين؟ عند واي. هي برضو عند واي جمع، بس المسافات اتغيرت، فاكيد كثافه الفلات هتتغير. فبي واي برضو بالجمع. هتساوي بي ايه ناقص زائد بي مين؟ بي. فهاخد الميو برضو، والاتنين باي عامل مشترك. السلك اي او السلك ايه تياره بكام؟ باي. مسافته كل دي، فدي كام؟ 3 دي. زائد السلك ايه او السلك بي تياره كام؟ 2 اي على المسافة 2 دي. قلنا الاتنين تروح مع الاتنين، فهنا هيبقى لي ايه؟ تلت اي على دي زائد اي على دي، كأنه دول بواحد او هاخدهم على المشترك بره. فواحد على التلاتة زائد واحد، يبقى لي 4 على التلاتة. يبقى هنا يبقى لي 4 على التلاتة، بقى هي 4 على التلاتة ميو في اي على 2 باي ايه دي. قلنا الميو اي على 2 باي دي بكام؟ بخمسة اهي. 5 في 10 سالب 7، يبقى هتساوي 4 على التلاتة ميو في اي على 2 باي دي. طلعت بكام؟ بخمسة. انا جايبها من الاول، في 10 سالب 7. تمسك آلتك، يبقى هنا 4 على التلاتة اللي لسه حاسبينها في 5 في 10 أس سالب ايه؟ 4 على التلاتة في 5 في 10 أس سالب ايه؟ 7. تطلع لك ب 6 علامة 6 6 6 كده 7 في 10 أس سالب 7. ده الاختيار مين؟ ده. هنا نفس الفكرة برضو. هنا ثانية واحدة، وقف ثانية وارجع له. هنا السؤال اللي بعده، ركز معايا فيه عشان السؤال ده مهم. وصح دماغك معايا. يقول لك الشكل يوضح سلكين مستقيمين طويلين جدا متوازيين موضعين في مستوى الايه السطح، يؤثر عليهما مجال مغناطيسي متزن خارجي. كثافة فيديو كام؟ بكام يا سيدي؟ باتنين في 10 أس سالب ايه 5. دي كثافة المجال الايه خارجي، مش أي سلك فيه، على مستوى السطح ولا الداخل. ايه المجال الخارجي؟ اللي هو ده، اللي هو الاكسات دي. الاكسات دي مش بتاعت اسلاك، ده انا جبت السلكين وحطيتهم في مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده كثافته بكام؟ ب 2 في 10 أس سالب 5، واتجاهه للايه؟ واتجاهه للداخل. اذا كانت محصله كثافه الفيض المغناطيسي بكام بقى؟ ب 2 برضه في 10 سالب 5، اتجاه للايه؟ برضه للداخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السلكين دول بيمر فيهم تيار، المفروض ينشأ عنهم برضه مجال مغناطيسي. حلو. نتيجه ان انا حطيتهم في المجال المغناطيسي ده، المحصله عند النقطه بي ما اتغيرتش. يعني ايه المحصله عند النقطه بي ما اتغيرتش؟ يعني السلكين دول ما اثروش، او محصله كثافه فيضهم هنا بكام؟ صفر. تاني، محصلة كثافة الفيض الكلية زي ما هي بتاعت المجال الخارجي وللايه؟ وللداخل. فكده معناه ان السلكين محصلة كثافة فيضهم بصفر. طب ليه يا مستر؟ هقول لك انا يا قلب المستر. انت عندك هنا لو مسحنا دي، انا عايز المحصلة عند ايه؟ اكس، او عند النقطة بي. انا عندي الفيض الخارجي للداخل، يبقى بي خارجي. دي اول نقطة بتأثر. وعندي فيض السلك واحد هنا عندها للداخل، يبقى الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى زائد بي واحد. بي 2 هنا للخارج، فناقص بي خارج بتساوي مين؟ محصلة كثافة الفيض الخارجي. عرفت منين؟ لأن هي نفس المقدار ونفس الايه؟ الاتجاه، يبقى بتساوي بي خارجي. بي خارجي تروح مع بي خارجي، يبقى لي هنا كام؟ صفر. يبقى السلكين دول محصلة كثافة فيضهم عند النقطة بي بكام؟ صفر. هنا دي المفروض نخليها ايه؟ باتنين، معلش. تمام. ايه ده؟ يعني دي نقطة ايه؟ تعادل. افتكر كده كنت قايل لك متى تكون نقطة التعادل في المنتصف؟ عندما يكون التيارين لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه. فكده دي معناه ان هو التيار بكام؟ 12. مش مقتنع؟ طب تعال، مش قلنا شرط التعادل اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين؟ اي واحد بكام؟ ب12. الدي ب10 بتساوي اي اتنين اللي انا عايزه
على الكام؟ على 10. ال 10 هتروح مع ال 10، يبقى اي 2 بكام؟ ب 12 ايه؟ امبير. تاني، احنا من الاول لقينا ان كثافة الفيض الخارجي هنا عندي ب5 في 10 سالب 5، واتجاهها للايه؟ عمودي على الصفحة وللداخل، وحطينا عليه سلكين. فلقينا برضو بعد السلكين ما هم موجودين، المحصلة زي ما هي متغيرتش وللداخل. ده معناه ان السلكين محصلة كثافتهم بكام؟ بصفر. يبقى ممكن كده نقول ان السلكين في حالة تعادل لو انت ايه جمعتها بسرعة. طب لا، من غير، او عايزين نمشي خطوة خطوة. كثافة فيض السلك 1 للداخل، واتنين هنيجي نطبق امبير اللي هي للايه؟ للخارج. فكده بي خارجي، وهنا بي 1 معاه للداخل يبقى زائد بي 1 ناقص بي 2 عشان هي للخارج في عكس الاتجاه، بتساوي مين؟ بي، او هتساوي بي خارجي. دي لما نوديها الناحية التانية يروحوا مع بعض، يبقى المحصلة بكام؟ بصفر. يبقى هشيل بي خارجي دي، وبي خارجي التانية يروحوا مع بعض، ويبقى لي المحصلة بكام؟ بزيرو. يبقى السلكين دول في حالة تعادل. متى يكون السلكان في حالة تعادل؟ في المنتصف، عشان النقطة بي في المنتصف عندما يكون التيارين في نفس الاتجاه ومتساويين في المقدار. فده ب 12 وده ب 12. السؤال اللي بعده ده لسه حلينه. هنا ده لو واحد بيطلع بي فالتاني هيطلع كام؟ 2 بي، فهنا دي متعامدين. خلاص قلنا هنا المحصلة هنجيبها في سورس. فقال لك السلك واي، او هنا كانت محصلة كثافة فيض السلك ايه، ده اللي هو ده، ببي. قال لك هو سلكان متوازيان مستقيمان. هنا المفروض لا، ده هتخلي ده اللي ايه وده اللي بي. تمام. على ترتيب تيارهم، تيار A بأي وتيار B بكام؟ ب2 أي. إذا كانت قيمة كثافة الفيض الناشئ عن السلك A بكام؟ بB، يعني كثافة فيض A هنا بB عند Y، فإن كثافة الفيض المحصلة لسه قايلين الشكل ده هجيب محصلة كثافة الفيض بكام؟ بطريقة إيه؟ في سورس A اللي هو تياره I أعطيني B، يبقى B يديني كام؟ 2B. فهنا انا عندي في عند واي انا اجيب المحصله في سورس الاول بي تربيع زائد التاني 2 بي كل تربيع. تمسك الاله هتكتب، هتعوض عن البي دي تربيع دي بواحد زائد 2 تربيع، يطلع لك بجذر كام؟ 5. هنا في الشكل المقابل اذا كانت المسافه بين السلكين هي 4 دي، فعايز نقطه الايه؟ التعادل. قلنا نقطه التعادل هنا السلكين تيارهم في نفس الاتجاه، فنقطه التعادل هتكون في المنتصف. فاركن كي بتكون اقرب ولا ابعد للسلك الاقل تيار؟ اقرب للسلك الاقل ايه؟ تيار، فاكيد مش هتنفع اكس. لا اسف، مش هتنفع اكس ايه، اقرب للسلك الاقل ايه؟ تيار. يبقى هنا فين السلك الاقل تيار ده؟ فاكيد مش هتنفع زد. وامتى تكون في المنتصف؟ لما يكون تيارهم في نفس تيارهم متساوي، فهي مين؟ اكس. طب عايز اتاكد، لازم اي واحد على جي واحد بتساوي اي اتنين على جي اتنين. هنا التيار بكام؟ 3 اي، يبقى لازم 3 اي على، تكون المسافة كام؟ 3 دي عشان تساوي اي على ايه؟ على دي. 3 تروح مع 3 يبقى لي اي على دي. فلازم المسافة تكون بين السلك ده والنقطة التعادل هي كام؟ او بالاستبعاد تاني، هنا قلنا نقطة التعادل لازم تكون فين؟ بين السلكين. تاني قد بعض؟ لا. فأقرب للسلك الأقل تيار يبقى من السلكين كي ما تنفعش. أقرب للسلك الأقل تيار زد ما تنفعش عشان مش قد بعض، فمش هتكون في النص. يمين اكس. هنا دي برضو هجيبها بقانون امبير، هجيبها بتطبيق قاعدة امبير وتحسب. وعايز هنا موضع ايه؟ هنا نقطة التعادل في الشكل المقابل يبين سلكين طويلين متوازيين عمودين على مستوى الصفحة يمر بهما تيارين في الاتجاه الموضح، الاتنين ايه؟ في نفس الاتجاه. عايز موضع نقطة الايه؟ التعادل. نقطة التعادل دايما بتكون أقرب للسلك الأقل ايه؟ تيار. فمثلا نفرض إن نجيب دي، يبقى المسافة ما بين السلك إن ونقطة التعادل ايه؟ 32 ناقص ايه؟ أو آسف ناقص دي. جميل.
شرط التعادل ان اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين، فاربعة على دي بتساوي 12 على 32 ناقصين دي. يعني هتعملها بالآلة تشغل دماغك، هتعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى هنا 12 دي بتساوي 4 في 32 على الآلة هتطلع يا سيدي ب 128. خليها هنا تحت احسن. هنا 12 دي هتساوي 4 في 32 اللي هي 100 كام قلنا 8 وايه 20 ناقص 4 ايه دي هتودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة. تمام. تبقى بالموجب، يبقى 12 زائد 4 كام 16 دي بتساوي 108 وايه 20. هقسم على 16 يمين وشمال يبقى 128 على كام 16 دي تطلع بكام؟ دي بتساوي 8 سنتيمتر. مين الدي؟ ده البعد بين ام ودي، ام ونقطة التعادل. يبقى نقطة التعادل هتكون فين؟ بين السلكين. تبعد عن النقطة ام كام؟ 8 سم. طب لو بالنسبة للنقطة ان احنا قلنا بتبعد عن ان كام؟ 32 ناقص كام؟ 8. فتمسك آلتك عشان ملحق حساب 32 ناقص 8 تطلع بكام؟ ب 24. يا اما بينهما وتبعد عن السلك ان كام؟ 24 يعني دي ب 8 دي بكام؟ ب 4 وايه؟ 20. خلينا نختار. السؤال اللي بعده عايز عندي يقول لك سلكين مستقيمان توليان معزولين عن بعضهما متعامدين 4 امبير التيار اللي بيمر في كل واحد فيهم، فإن شدة واتجاه التيار عايز محصلة كثافة الفيض. قال لك إن محصلة كثافة الفيض هنا بكام؟ صفر نقطة تعادل. فعايز اتجاه التيار اللي هيخلي نقطة التعادل، وعايز المقدار كمان اللي هيخلي نقطة التعادل بكام؟ بصفر. بيقول لك سلكين مستقيمين طويلين جدا معزولين عن بعضهما البعض متعامدين بيمر في كل منهما بيمر في السلك واحد تيار 4 امبير. فإن شدة واتجاه التيار في السلك 2 اللي بتخليه نقطة التعادل. قلنا نقطة التعادل بتحصل لما يكون كثافة الفيض بكام؟ بصفر. وعشان تكون صفر تكون منطقة طرح، عشان تكون منطقة طرح يبقى الفيضين في عكس الاتجاه. أول حاجة تعال نشوف فيض السلك واحد. لو مطبق أمبير فيض السلك واحد هنا للداخل، يبقى لازم فيض السلك 2 يكون للخارج. طب من تطبيق أمبير فيض 2 هنا للخارج وهنا للإيه؟ للداخل. يبقى التيار هتلاقيه ماشي فين لما بتطبق أمبير؟ ماشي من ال بي. يبقى أول حاجة التيار هيمشي منين؟ من ال بي. تاني حاجة قلنا شرط التعادل اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين. حلو. بس هنا في مشكلة في المسألة، الغلطة ناقصة في الكتابة. مش هعطيك يا سيدي المسافة ما بين السلك واحد والمسافة. تمام؟ مش هعطيك الايه؟ مش هعطيك المسافة هنا. فهنا أصبح في مشكلة. بس لو عطينا التيار تحل بأي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين وهتعوض. اخر سؤال معانا عشان انا زهقت الصراحه، هو اخر سؤال فعلا. بيقول لي في الشكل المقابل اذا اسف في الشكل المقابل سلكين مستقيمين في مستوى السلك مستقيم في مستوى السطح بيمر بيه تيار كام 10 امبير موضوع على مجال مغناطيسي كثافه فيضه كام 2 في 10 سالب 5 واتجاهه عمودي على السطح الداخل. فان النقطه التي تنعدم عندها محصله كثافه الفيض. يعني ايه؟ يعني نقطه محصله كثافه الفيض عندها بصفر. انا عندي كام فيض؟ 2. شرط عشان يكونوا بصفر يكونوا قد بعض وفي عكس الاتجاه. فالفيض الخارجي للداخل، ففيض السلك لازم يكون للخارج. لو حددت اتجاه فيض السلك باستخدام قاعدة أمبير هنا للداخل وهنا هيكون للإيه؟ للخارج. فدي مناطق الطرح يا إيه يا بي. فما ينفعش سي ولا دي معايا. الشرط التاني تكون عندها كثافة الفيض قد بعضها. فأنا عايز البعد اللي عنده البعد عن السلك اللي عنده كثافة الفيض السلك بكام؟ ب 2 في 10 سالب 5. فأنا البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. فانا عايز البعد الدي، فقلنا هنبدل مين ساعتها من شويه حللناها في الاول البي مع مين
مع الواي، فدي البي ودي الدي. اروح اعوض. الميو عندي بكام؟ ب4 باي في 10 أس كام؟ -7. في الاي بكام؟ الاي ب10 على 2 باي في 2 في 10 أس سالب ايه؟ 5. هيطلع المسافة بواحد من ايه؟ من 10. 1/10 من ايه؟ متر. المتر أو 1/10 متر هي ال10 سم، هتضرب في 10 أس 2. يبقى البعد اللي عنده كثافة فيض السلك ب2 في 10 أس سالب 5 هي بكام؟ ب10 سم. فين ال10 سم اهي. ايه دي المسافة دي عند النقطة مين؟ بي. يبقى النقطة بي وافت كل الشروط، الفيضان عندها في عكس الاتجاه وقد بعض، فالمحصلة هتنعدم فين؟ عند النقطة ايه؟ بي. كده نكون خلصنا. رب أكون فدتكم. الأسئلة يا جماعة نحاول فيها مرة واتنين ونركز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.